السلام عليكم يا أبطال. حلقة النهاردة نار بمعنى الكلمة، ظهور أسطوري للبطل سهيان وو، الشاب اللي بيقلب أي معركة في ثانية، ومعاه هنشوف قوة مرعبة، دخول يخطف الأنفاس، وروح شريرة هتعرفك أخيرا يعني إيه تواجه الشخص الغلط. جهزوا نفسكم لأن الحلقة دي فيها أكشن من أول دقيقة لآخر ثانية، ويلا بينا نبدأ الحكاية. الدنيا كانت هادية خالص في المدرسة الثانوية، بس فجأة الجو قلب غم ونكد، والغربان كانت دايرة في السما فوق عربية فخمة مركونة قدام المبنى الأساسي وكأنها مستنية وليمة. جوه الفصل بقى كان في طالبة غلبانة متعلقة في الهوا وراسها لتحت وشعرها ملامس الأرض وسايح، والبنت كانت بتصوت وتعيط بمرقة وتقول هي عملت إيه عشان يحصل فيها الكابوس ده. جنبها كان في مساعد كاهن لسه طازة وتحت التدريب، ماسك الصليب بتاعه وإيده بتترعش ووشه جايب ألوان من كتر الرعب وهو بيتفرج على البنت. أما المعلم الكبير كان جيو، فكان في عالم تاني خالص، واقف بكل بروب بيولع سيجارة وكان الموضوع مش همه. الولعة بتاعت السيجارة كانت منورة وسط الكركبة اللي حواليه. الفصل كان عبارة عن ساحة حرب، صلبة مكسورة وحاجات دينية مرمية في كل حتة. كان في إعصار ضرب المكان. الأب كان جيوم بدأ يتريق على المساعد الصغير عشان كان صعبان عليه البنت، وقال له يا ابني ركز، البنت دي هي اللي خلت المدرسة خرابة بالشكل ده. المساعد حاول يعمل فيها بطل وقال انه مش خايف خالص، بس انا مهزوز شوية عشان دي اول مهمة ليا في الميدان. كان جيوم مداش للواد اي طاقة ايجابية، ده اعترف له بجد ان هو نفسه ميت من الرعب وعرقه كان مغرق هدومه. قال له انا حاسس ان هفطس الليلة دي والروح دي هتخلص عليا. المساعد اتصدم وقعد يفكر لو الاسطورة كانج كان خايف كده يبقى احنا داخلين على ثواب منيل. الكاهن القديم قعد يبرطم ويشتكي من الخطورة، بس فجأة قلب لوشه الحقيقي وبقى بروفيشنال. بص للواد وقال له خلاص وقت اللعب خلص ويلا بينا على الشغل. المساعد كان سخن وعايز يثبت نفسه، راح فاتح الكتاب بتاعه وعد كانج انه هيسنده بكل قوته. كانج راح شخط فيه وقال له مش محتاج سندة من عيل صغير اخضر زيك، وراح رامي حاجة ورا ظهره الواد عشان يمسكها. الواد مسك الحاجة دي واتفاجئ انها موبايل حديث عادي جدا، وتنح وقعد يسأل نفسه هو ليه بيحمي حتة حديد بدل ما يحمي الكتاب المقدس. فوق الهوا الطالبة كانت بتبص عليهم بنظرة ميتة ودموعها لسه من الشويتش من على وشها. الاب كان جيو راح ضم ايده على بعض واعتذر للبنت مسبقا على اللي هيعمله فيها، وفجأة انفجرت طاقة هائلة من جسمه، طاقة قوية لدرجة انها كادت تطير المساعد من مكانه. القوة دي كانت مرعبة ومحتاجتش حتى طقوس رسمية. البنت بدأت تصرخ من الوجع وجسمها نور بلون احمر غريب. المساعد ما كانش مصدق ان في كاهن بالقوة دي، وكانج كان مكمل ضغط وعينه كانت بتنور من ورا النضارة السوداء. المساعد عرف ان الاشاعات اللي بتتقال على كانج انه امبراطور الشيطاني ما كانش كذب ولا مبالغة. الكاهن العجوز ظهر بصوت عالي وطلب من الروح تمشي باسم القوة العليا، وصوته كان بيهز الفصل كله. المساعد اتشجع ورفع صليبه وقعد يرد معاه، والروح اللي جوه البنت صوتها اتغير وبقى صوت وحش وراحت شتماهم وحلفت انها تقتل كل اللي في الفصل. البنت قاومت بس كانج ما تهزش وامر الروح الشريرة ترجع لمكانها اللي هو عالم الضياع وبدون رجعة. وش البنت اتشوه وعينيها بقت عبارة عن نار حمراء، وفجأة انفجر نور ابيض في الفصل كله وخلى الدنيا هص، والصرخات اختفت لما النور بدأ يهدى. البنت غمضت عينيها واستسلمت وبقت مرمية في الهواء زي العروسة اللعبة. كان جيون وقع والدخان كان طالع من ايده كأنه خلص بطاريته كلها، وكان باين عليه انه اتصفى تماما. المساعد كان باصص ومنتظر الكابوس ده يخلص، والعجوز قعد ينهج ويقول انا كبرت على المرمطة دي، انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ وجسمي ما بقاش مستحمل التعب ده كله. فجأة كان صرخ في المساعدة وقال له يا ولا بلهجة فيها خطر. المساعد اترعب وفتح الكتاب عشان يعمل طقوس طرد الارواح، وفكر ان الروح رجعت تاني وهتعمل حركة غدر. بس هنا الصدمة، كان كانج قال له اوعى تقول لحد اني فشلت في المهمة دي. الراجل كان خايف على برستيجه وسمعته قدام الناس اكتر من خوفه من الروح، وقعد يهرف كلام عن الهيبة والنتائج اللي هتنزل في الارض وبيمسح الدم من بقه، وكأنهم قاعدين على القهوة مش في نص معركة حياة او موت. وفجأة خبطة جامدة جت ومفاجآت جت في وش كانج سكتته خالص. الطالبة الملبوسة كان فيها الروح وهجمت عليه ورمته على الدواليب الحديد بكل قوتها. البنت وقفت وضحكت ضحكة شريرة وقعدت تتريق على الكاهن الكبير وتقول له انت بق وصوت على الفاضي. كانج كان بيتوجع على الارض وعرف انه بقى بطيء وقعد يقول يا ريتني كنت اصغر ب5 سنين، كانت الدنيا اختلفت خالص. البنت مسكت العجوز من فكه ورفعته في الهوا وقالت له يا عجوز يا مكركب يا اللي مفيش منك فايدة، وكان خلاص متمكنة منه تماما. المساعد ايده كانت بتترعش وحاول يقرأ من كتابه وطلع شوية نور ازرق ضعيف ما خلاش البنت حتى ترمش. البنت بصت للمساعد ووشها بدأ يتشقق زي السيراميك، وظهر تحته كائن بمليون
عينه مرعب جدا. كانج صرخ في الولد وقال له اخلع يا ابني وانفد بجلدك طول ما انت قادر. وفجأة الروح طلعت صرخة، طلعت المساعد والدواليب والموبايل اللي وقع منه وزحف على الارض. البنت قربت منهم وحلفت انها تاكل كل طاقة العجوز الاول وبعدين تدور على المساعد. كانج كان محشور والعرق والدم مغرقينه. الروح كانت خانقاه، راح شاتم بكلمة وحشة لانه اضطر يستخدم اخر حل عنده، هو كاره نفسه وبص ورا نضارته المكسورة وعرف ان مفيش حل تاني عشان يعيشوا بعد الليلة دي. الروح قعدت تضحك وتقول له انت راجل ميت اصلا ورجلك والقبر. بس كان جز على اسنانه وقال لها دلوقتي هتعرف العجوز ده لسه في حيل يعمل ايه. المساعد كان هيتجنن من الرعب وشاف طاقة غريبة بتتجمع وفكر ان كانجا هيفجر نفسه عشان يخلص على الروح والكل يموت. البنت قربت بعينيها الحمراء عشان تخلص عليه، بس كانج طلع صرخة هزت المدرسة كلها وقعد يصرخ بأعلى صوت الحقوني حد يلحقني يا ناس. الروح تنحت واستغربت من المنظر. المساعد فكر ان الراجل عقله فوت من كتر ضغطه ونهار تماما. المساعد بص للموبايل اللي على الارض اللي بيتهز ومنور في ايقونة شخصية كرتونية بتغمز، وسمع صوت طالع من السماعة بيقول سامعني يا معلم. المكالمة اتقلبت والنجدة وصلت اخيرا. المساعد ما كانش فاهم مين اللي ممكن يرد على المكالمة في وقت زي ده، بس في الناحية التانية كان في واحد برنس اسمه ساهين وو بيضحك في السماعة السلك بتاعته بيقول ان الكائن اتأخر قوي عما طلب المساعدة. ساهين كان واقف في حوش المدرسة بكل هدوء وحاطط ايده في جيبه وجنبه زميله هنام عمال يمضغ لبانة وباصص لشباك الفصل المنور. سهيان قال له انه كان مستني قريب وعارف ان العجوز هيستسلم وفي الاخر يطلبه، وفكر ان المكالمة دي معناها انه موافق رسميا على الثمن الغالي اللي اتفقوا عليه قبل كده. جوه الفصل الروح بدأت تزهق من الحوارات دي وراحت رزعت كانج في الارض وقالت له مفيش اي كاهن تاني هيقدر يغير اللي حصل. البنت كانت بتموت من الغيظ وصوتها بقى عالي. المساعد كان بيصرخ باسم كانج وهو شايفه بيتهان، بس كانج قال له ابعد يا ولا من سكتي، هو عارف ايه اللي هيحصل دلوقتي. فجأة الشباك الكبير الازاز اللي ورا البنت بدأ يتشرخ زي بيت العنكبوت تحت ضغط رهيب، وفجأة سايانو دخل زي الصقر وسط الازاز المكسر وبص للكائن بابتسامة باردة وقال له اهلا يا زميلي. وهو نازل من السما قبل ما الروح تستوعب سايان راح ماسك ايديها قوية جدا ما فيش منها مهرب. كانج صرخ فيه وقال له خلصنا يلا، وكان متضايق انه احتاج المساعدة اصلا وقعد يبرطم ان سايان ده ما عندوش ذمة وكمان بياخد فلوس كتير وعامل نفسه حنين. المساعد كان مصدوم ومش عارف العيل الصغير ده جه منين. في ثانية الروح اتحولت لشكل مرعب وهجمت بمخالبها عشان تقطع سهيان، بس هو ما تهزش وراح مديها بوكس محترم في فكها اللي خلى الهوا يتهز من قوته. سهيان قال بكل برود حتى الارواح الشريرة بتحس بالوجع يا شابة. والمساعد كان مرعوب يضرب بنت ملبوسة بالقوة دي. سهيان ضحك وقال احب اعرفكم بحركة الشهيرة انه البوكس المقدس. والضربة كانت قوية جدا لدرجة ان البنت طارت وكسرت المكاتب والكراسي. سهيان وقف فوقيها وقعد يطرقع صوابعه وقال للروح لو مش عاوزة جولة تانية اخلعي من المكان ده فورا. المساعد كان في حالة ذهول وخايف ان البنت تموت، بس كانج كان حاطط ايده على كتفه وقال له استنى واتفرج، كلنا خفنا زيك كده اول ما شفنا الواد ده وهو فايق. فجأة البنت بدأت ترجع وتتشنج وطلع من بقها سائل بنفسجي مقرف، والروح طارت بره جسمها بالاجبار وبالعافية مالت للارض. المساعد الكاهن الجديد واقف مش عارف ينطق بكلمة. الصدمة لجمت لسانه ووشه بقى اصفر زي الليمونة من الرعب، وكان شايف قدام عينيه عملية طرد الكائن الشرير اللي حصلت بطريقة غشيمة وعنيفة وما كانش فيها اي رقة. على الارض كان في روح صغيرة مدورة وليها عيون حمراء وقرون صغيرة قاعدة وسط بركة من القرف البنفسجي وهي بتحاول تاخد نفسها بالعافية، وكانت بتكح وتف من بقها. الروح كانت بتبرطم بضيق وتشتكي انهم سحلوها وطلعوها من جسم الشخص اللي كانت راكباه من غير ما يتبعوا معاها الاصول ولا يعملوا الطقوس الرسمية اللي المفروض تتعمل في الحالات دي. ساينوو ببرود شديد مد ايده ومسك الروح دي من ديلها وفضل مدلدلها قدامه في الهوا زي ما بنمسك السمك البلطي اللي لسه طالع من المية. الروح الصغيرة قعدت تصرخ من الوجع وتنعته انه وحش ما عندوش قلب، وهي بتحاول بكل قوتها تفلت وتفك نفسها من قبضته الحديدية. ساينوو بص للكائن الغلبان ده بابتسامة سخرية وخيره بين حلين احلى من بعض، يا اما يروح لدار الحق بالذوق من غير شوشرة، يا اما يستعد لاستقبال دفعة تانية من البوكسات المباركة اللي بتخلص الكلام. الروح اول ما سمعت سيرة الضرب اللي بتلاقيها فورا وبدأت تتوسل بهستيريا وعدته انها تغور من هنا خالص وترحل بسلام، بس المهم انه يبطل يضربها ويهين كرامتها. ساينوو ساب الكائن يطير وهو مقتنع انه خلاص استسلم وبقى كيوت. في اللحظة دي بالظبط ظهرت ابتسامة خبيثة على وش الروح المدورة، وفجأة الروح خلع زي الشعرة من العجين وطار في اتجاه الشباك المفتوح، وكان بيضحك بابتسامة صفرة واعلنها صريحا انه كان بيشتغلهم
وإنه ناوي يدور على جسم بشري جديد عشان يلتهمه. ساينو زعق بأعلى صوت ونادى على حد يمسك الكائن ده، وبيشوفه بينط من شباك الفصل وبيهرب في هوا الليل. برا حوش المدرسة كانت هينرام واقفة مستعدة تماما، ضمت ايديها لبعض وبدأت تركز طاقتها الروحية بكل قوة. فجأة انفجرت حواليها خيوط من الطاقة الزرقاء اللي بتلمع وفضلت تلف وتدور في الهوا زي ما تكون عاصفة صغيرة مركزة في مكانها. هينرام لمحت الروح وهي بتهرب، وبكل ثقة وهدوء سحبت خيط من خيوط الطاقة الزرقاء دي. ملامح وشها بتقول انها برنسيسة ومسيطرة على الوضع. فجأة طلع شعاع طاقة ازرق مجسف من مكانه وشق ضلمة الليل زي السهم. الشعاع ده ضرب الروح الصغيرة في مقتل وهي فاكرة انها خلاص فلتت، ووقف هروبها في ثانية. الكائن لقى نفسه محبوس جوه دوامة زرقاء بتنور، وجسمه بدأ يتشد ويتمط، وبيكتشف انه وقع في الفخ زي الشاطر. خيوط الطاقة الزرقاء لفت حوالين الروح بكل قوة وسحبتها لتحت في اتجاه الارض بسرعة تخوف. وفجأة حصلت موجة صدمة ضخمة من الضوء الازرق، ومعاها قصاقيس ورق ملونة كأننا في فرح، ودي العلامة ان الروح اتطهرت تماما وخلاص بح اختفت. من الشباك ساينو ضحك ضحكة عريضة وصرخ لينرام بيشجعها على توقيتها اللي كان في الجون ومظبوط بالملي. هان كانت واقفة بزي المدرسة، والطاقة الزرقاء بدأت تختفي من ايديها وهي بتأنب ساينو على تهوره وطريقته اللي بتصعب عليها الشغل دايما. جوه الأوضة المساعد كان لسه مش مستوعب اللي حصل ومذهول من الفوضى اللي حواليه، فضل يبص للدمار اللي كان مالي المكان، في حين ان الأب كانج كان قاعد بكل روقان بيولع السيجارة وكأن مفيش حاجة حصلت. ومع ظهور أنوار البوليس الزرقاء والحمراء من بعيد، الأب كانج قال للمساعد انه لازم يتعود على النوع ده من الشغل اللي بره الصندوق. الشمس بدأت تطلع وتطلع صبغات سما باللون الأحمر في الوقت اللي كان فيه عمال الطوارئ بيسعفوا الطلاب. والراو بيشرح ان ازاي الأرواح الشريرة بتعيش وتكبر في الشقوق اللي في قلوب البشر. الأب كانج خد بق من المشروب اللي في ايده ووضح ان اغلب اللي بيطرد الأرواح بيبعدوا عن التعامل مع القاصرين عشان مشاعرهم بتبقى لسه نقية بس وهشة، وده بيخليهم فريسة سهلة لأي روح شريرة عايزة تمتلكهم. الطالبة اللي كانت ممسوسة كانت نايمة ومغمى عليها بس ملامحها هادية، والجروح اللي كانت ظاهرة عليها بدأت تختفي بفضل ميزات الشفاء اللي موجودة في ضربات ساينو. المساعد الكاهن قاعد على دكة مع الأب كانج وهو مطقطق راسه بيحاول يوفق بين اللي اتعلمه في الكتب وبين العك اللي شافه بعينيه. الأب كانج ضحك ضحكة طالعة من القلب وهو مستغرب ازاي ساينو قدر يطرب ملك جبابرة الأرواح ويشفي البنت في نفس الوقت باستخدام قبضته الفاضية. المساعد ما كانش بيضحك خالص، والعرق كان بينقط من وشه وبيشك في حكمه في الاستعانة بمقاولين خطيرين زي دول عشان يتعاملوا مع حالة طرد الأرواح لطفلة. قعد يمسك راسه وهو مرعوب وبيتخيل غضب المجمع الأكبر لو عرف إن الكنيسة شغالة مع ناس متمردة وبتستخدم العنف في طرد الأرواح. في الوقت ده من بعيد المراهنين كانوا ماشيين مع بعض وسابوا الكهنة غرقانين في تساؤلاتهم عن حقيقة هم جايبين مين أصلا. الأب كان هرش في دقنه وهو بيحاول يفتكر اسم المجموعة اللي ساينو وهانجران تبعها، وافتكر إنهم كانوا بيسموا نفسهم اسم غريب حاجة زي وكالة القتل، رغم إن الاسم ده ما كانش راكب قوي مع اللي بيعملوه. المشهد اتغير وبان قدامنا بوابة خشبية أثرية ضخمة متزينة بتمائم ورقية للحماية، والمقابض اللي على شكل وشوش مرعبة كانت بترعش. البوابات التقيلة بدأت تتفتح وهي بتطلع صوت تزييق، وكشفت عن لمحة من قوة قديمة أسطورية. بعدها بان نشهد دمار شامل، أعمدة حجرية وخشبية متدمرة كأن في قوة جبارة خبطت في المكان. كان في ست عرافة ليها شعر طويل ولابسة عصابة على راسها كانت بتنهج بالعافية، وهدومها البيضة متلطخة بالدم، واصحابها بيجروا عليها عشان يلحقوها. وفوق كل الدمار كان واقف شخص ضخم بعضلات مرعبة وعينه حمرا بتنور وبيطلع منه هالة حمرا تخلي اي حد يقرب منه يترعش من الخوف. العرافة بصت للشخص ده وهي مش مصدقة، والدم نازل من طرف بقها، وادركت ان قوة الراجل اللي قدامها دي تفوق الوصف. وفجأة صوت قوي زلزل المكان وهو بيعرض فرصة واحدة أخيرة للنجاة اللي لسه واقفين على رجليهم. الذكرى دي اختفت مع صوت فرامل عجلة موتوسيكل بينكو وهو بيلف غرزة جامدة على الأسفلت. ساينو كان واقف على الرصيف بيظبط سماعات ودنه مستني وسيلة المواصلات بتاعته وهو بيستعد للمهمة اللي جاية. هنام وصلت بالموتوسيكل البنك الشيك بتاعها وشاورت لساينو عشان يركب وراها لأن في طالب جديد لطرد الأرواح لسه واصل حالا. هان بصت في موبايلها وهي بتنهد، قالت إن المكان بعيد حبتين وإنهم أكيد هيتأخروا على المدرسة. ساينو لبس خوذة زرقاء وعيون بنفسجية كانت بتلمع ورا النضارة وهو بيبص لهان. ظبط السيور بتاعة الخوذة بابتسامة ثقة ودخل في الموضوع دغري وسأل عن السبوبة والمبلغ اللي هياخدوه من المهمة الجاية دي. المشهد اتنقل لشجرة ضخمة واقفة قدام مقام صغير في الجبل، فروعها كانت تقيلة بطاقة سودا وعليها تمائم كتير، وفي صوت من جوه كان بيتكلم في البيزنس وبيقول ان الهدف ده خطير جدا وما ينفعش فيه اي خصم في السعر. يعني يانج وهي عرافة لابسة عصبة بيضة وهدوم بينك كانت
كانت شايطة نار وبتموت من الغيظ، قعدت تزعق في الشخص اللي لسه واصل ونعتته انه بلطجي لانه بيغلي الاسعار وقت الازمة. سايان وو كان قاعد بمنتهى البرود على ترابيزة القرابين وعمال يزلق في الاكل والناس حواليه بتترعش من الرعب. قال لهم بهدوء خلاص، وهو حرفيا متمدد فوق راس الخنزير ضخم. يا ما كانتش طايقة نفسها وقعدت تصرخ، وهو اخر واحد المفروض يتكلم عن الفلوس. وشها كان باين عليه التعب والعرق والتراب مغطيه من كتر المعافرة. سايان وو رد عليها بابتسامة مستفزة وهو ماسك نص تفاحة وكأنه قدامه وقت الدنيا كله. وبصفته موظف في مكتب الشفاء كان واضح انه متعود يكون اكتر شخص بيفرس الناس في المكان. راجل ببدلة وهو ابن العميل قرب من سايان وو وترجاه انه يخلص الموضوع، وقال انه مستعد يدفع اي مبلغ مهما كان ضخم بس المهم والده يرجع بالسلامة. رغم ان اخت الراجل ده كانت بتبص بشك، بس هو كان يائس وقافل ايده بقوة وبيترجى لانه مش حمل انه يخسر ابوه بسبب روح شريرة. حتى واحدة محترفة زي يان قالت انها جابت اخرها وما فيش حاجة تانية تقدر تعملها، فعشان كده الراجل ده رمى كل ورقه في حجر طالب المدرسة ده سيان وو. قام وضرب ايده على كتف الراجل وقال له يسيب الباقي عليه. ساب التفاحة وبطل هزار وتحول لشخصية بروفيشنال اكتر. رغم ان الغرور لسه ناطح، شاور بصباعه لقدام بابتسامة ثقة عشان يطمنهم، وقال ان تنفيذ الوعود للعملاء هو القانون الحديدي لمكتب الشفاء، وهو دلوقتي هيوريهم الشغل على اصوله. بره المقام هام جيران كانت ساندة على الموتوسيكل البنك وبتبص في موبايلها، هي شغالة بارت تايم في المكتب، وكان باين ان الوقت هاممها اكتر من عملية طرد الارواح اللي بتحصل جوه. جيرام زعقت لسايان وو عشان يخلص الليلة لان هم فعلا هيتأخروا على المدرسة. سايان وو شاور لها بايده وهو داخل في ضلمة المقام. جوه في الضلمة كان في روح عضلية ومنظرها مقرف، كانت منحنية فوق الشخص اللي ممسوس وعيونها حمرا كانت بتبرق من الجوع وكأنها في نص اكلة ومش حاسة خالص ان يومها المسود ده قرب. سايان وو واقف قدام الوحش ده وبكل بروك كان بيظبط تميمة على اورته وهو بيصفر، ما كانش باين عليه اي خوف من الروح الجبارة اللي بتزمجر قدامه. الروح هجمت عليه بزير مرعب ومخالبها الطويلة كانت عايزة تقطعه حتت وطلبت منه يسيب لها الجسم وهي فاكرة انها المسيطر هنا. سايان وو ما تهزش، لف دراعه وادى الروح بوكس مقدس في نص وشها. الضربة كانت تقيلة لدرجة انها فك الروح نصين وطلعت موجات صدمة هزت الأوضة كلها. الأهل كانوا واقفين عند المدخل وبيتفرجوا وشوشهم بقت بيضة زي الورقة من الصدمة بسبب العنف اللي شافوه في طرد الأرواح. يعني هي كمان كانت مذهولة، بقها مفتوح وهي شايفة الطريقة الغريبة دي. سايان وو هرش في قفاه وكان باين عليه انه مش فارق معاه الدمار اللي عمله، وقال ان غالبا الكل فاهم غلط بس دي طريقته في الشغل. وعشان يثبت وجهة نظره رفع الراجل الممسوس لفوق وفجأة طلع سيل ضخم من ضوء ملون شبه ألوان الطيف بس مهزوز من بق الراجل. المنظر كان يعر، بس سايان وو شاور ببهجة وقال ان الروح الشريرة خلاص غارت في داهية. الابن جري على ابوه وهو مرعوب وكان خايف ان العلاج يكون اوحش من المرض نفسه. على الارض الروح الشريرة اللي كانت مرعبة من شوية اتحولت لكائن بينك صغير وغلبان وعيونه بتلف، وتحول كأنه شخصية كرتونية دايخة بعد ما اخذ البوكس اللي ركنه في جنب. بنت العميل اللي كانت لابسة بليزر بنفسجي وشعرها رمادي كانت مولعة نار وقعدت تصرخ ازاي وثقوا في ناس زي دي، وكان هاممها المنظر والكركبة اكتر من ابوها اللي عاش. جيرام دورت الموتوسيكل وزعقت وقالت ان الوقت خلص وانها ماشية بيه او من غيره. سايان وو اتسرع وبدا يجري وراها وساب الفوضى وراه. يام فضلت واقفة مكانها عشان مش فاهمة حاجة ومذهولة انهم خلعوا سابوا الليلة لسه ما كملتش. صرخت فيهم وسألت المفروض تعمل ايه في كل ده. سايان وو بص وراه وهو بيجري بضحكة عبيطة وشجعها وقال لها انها تقدر تخلص الباقي لانها ببساطة اجمل عرافة شافها في حياته. يعني اتسمرت في مكانها ووشها بقى احمر زي الطماطمايه وهي بتستوعب التثبيته والكلمتين الحلوين دول، في حين ان العيال طاروا بالموتوسيكل. الاهل ما كانوش واعيين في الغرام زيهم وفضلوا يصرخوا في ظهرهم عشان يرجعوا يصلحوا العك اللي عملوه، وكانوا هيتجننوا بس الموتوسيكل خلاص طار ما عادش باين قدامهم. يان فاقت لنفسها وسحبت سيفينها وحطتهم على بعض بنظره فيها تصميم وقالت للاهل يثقوا فيها لانها في الاخر لسه بروفيسوره في مهنتها. والابن كان واقف في حيره مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. الشامان رجع لشغله ولسه مش مصدق عينيه، مبهور ومغضوب من حركة البوكس اللي البطل رزعها للشيطان. يعني الواد جابوا الارض بطلقة واحدة ما يجيبهاش لبره ابدا. في نفس الوقت الاب بدأ لونه يرد فيه وبقى زي الفل، وشه بقى منور بصحة كده وكمان راسم على وشه ابتسامة هبلة من كتر الراحة. وطلع في الاخر ان البوكس ده فيه الشفا مع الرؤية، يعني ضربة الحبيب زي اكل الزبيب. يان بصت للعيلة وزعقت فيهم وقالت لهم انهم عيال قلة الادب عشان كانوا قلقانين واكلين في نفسهم على الفاضي. البنت كانت متغاظة واضح ان خلقها في مناخيرها بس وراها طقوس لازم تخلصها عشان تلم الدور. يان راحت نازلة بسيفها العملاق على الروح البامبي الصغننة دي ونطقت تعويذة السحر العظيم بتاعتها وهي واثقة في نفسها قوي، وكأن الروح ردت
فيها بعد الحركة بتاعت الشهاب اللي عملتها هايونو من شوية. فجأة النور ضرب في المكان وعمل كل، والعيلة كلهم غطوا عينيهم من قوة تعويذة التطهير دي. طبعا ده شغل دراما وشمانات على مية بيضة، شكله احترافي واشيك بكتير من حركة البوكس في الوش اللي عملها بطلنا. بعيد عن المعبد والهيصة دي، هايوان وجرام راكبين الموتوسيكل وماشيين في طريقهم ولا على بالهم، بيلبسوا الخوذ بكل برود وهم بيخلعوا من الليلة دي زي الشعرة من العجين. الموتوسيكل طار في الهوا وساب وراه عفارة وشوية أحجبة طايرة في الجو، وهيكون كل اللي شاغل باله في اللحظة دي هو السبوبة. يا ترى هيقبضوا تمن الشغلانة دي ولا لا؟ نرجع للمعبد تاني. الدنيا مش مظبوطة خالص، في قلب روح صغير واقع على شكل معزة وسط الكركبة، شكله غريب ومش زي طاقة الأرواح اللي متعودين عليها، كأن في حد حطه للمكان قاصد. يعني الموضوع فيه إنه يان بصت للقلب ووشها قلب بضحكة والفرحة طارت من عينيها، عرفت إن ده مش لبس جن عادي ولا حاجة عبرة، ده عمل مرشوق معمول بدقة عشان يأذي حد معين. مسكت القلب اللي كله علامات سودا وبيرعش بطاقة شريرة، وفهمت إن الموضوع مش مجرد روح تايه، ده في حد تقيل بذل مجهود عشان يظبط الفيلم ده كله يوقع الجماعة دول. المشهد اتنقل لباركنج المدرسة، الموتوسيكل البامبي واقف وسط عجل العيال ولكن في أكشن وانشياطين من شوية. الروتين الممل بتاع المدرسة غطى على أحداث الصبح المثيرة. مبنى المدرسة واقف تحت سما صافية وكأنه يوم عادي، بس ثنائي مكتب الشفا ما يجيبهاش لبره وداخلين على خيط جديد. جوه المكتبة جيرام واقفة على السلم وبتجيب كتب من على الرفوف العالية، كانت بتدور على حاجة معينة، كتاب ممنوع يكون فيه مفاتيح للتهديدات الجديدة دي، وهي غرقانة في البحث. العيال اللي حواليها كانوا ماسكين استيكرات الأرواح اللي هاين وكان كانوا بيبيعوها لهم، وجيران قعدت تشرح لهم عن أسرار الأرواح الشريرة والحقائق المخفية لحد ما العيال جسمهم أشعر وتعبوا منها ومن كلامها اللي بيسد النفس. وهي لسه في المكتبة العيال فضلوا يلفوا حواليها وسألوها فجأة: هو انت بجد مصاحبة هاين؟ السؤال اللي نزل عليها زي الصعقة وخدها على غفلة. جيرام اتصنمت في مكانها ووشها قلب زي الطماطماية من الكسوف، بصت للكتب بعيون واسعة وفضلت تتهته في الكلام ومش عارفة تجمع جملة مفيدة. بره بقى في قطة سودا اتفزعت من جوع صوته وجاب آخر الشارع. الصوت كان طالع من واحد من الفصول، وطلع هاينو اللي كان ينفجر من كتر الغيظ من نفس الإشاعة دي. ضرب المكتبة بإيده وعروقه ظهرت وهو بيصرخ، بيقول إن فكرة إنه يصاحب جيرام دي فكرة عبيطة وما تدخلش العقل. الواد كان بيعرق ومنهار وبيهرش في راسه من كتر التوتر، والعيال صحابه قعدوا يضحكوا عليه بقلة أدب وقالوا له: يا عم ده انتوا لازقة في بعض على الموتوسيكل كل يوم، فأكيد قصة حب ولعت نار. هاينو لقى العيال كلهم هجموا عليه ومش عايزين يسمعوا نفي منه، وهددهم إنه هيغلي سعر اشتراك صور العفاريت اللي كان بيصورها. بس الجمهور فضل يضحك ويقلش عليه ولا كأنه كل حاجة. في هدوء المكتبة جيران أخدت نفسها وقالت إنهم مش قابل ولا حاجة، واستغربت هي صاحبتها بتفتح الموضوع ده ليه أصلا. البنت الشقرة مالت عليها بابتسامة خبيثة وقالت لها بصوت واطي إنها معجبة بهاينو، وواضح إنها ارتاحت لما عرفت إنه لسه سنجل ومتاح في السوق. الخبر نزل على جرام زي الحيطة، ومن كتر الصدمة وقعت رزم الكتب على الأرض، وصحابها فعلا فضلوا يتفرجوا عليها وهم ملاحظين إن مودها اتقلب في ثانية. الشمس بدأت تغيب والسماء قلبت برتقاني واليوم الدراسي بيخلص ومعظم العيال بدأت تروح، بس الشغل الحقيقي لسه يبدأ لفريق مكتب الشفا. في اتفتح باب الفصل بقوة، حد كان بيدور على هاينو بس جه متأخر. واحد من العيال كان ساند على المقشة وقال له إنه هاينو خلع عشان وراه مصلحة مستعجلة. جيران واصحابه كانوا بيراقبوهم من الممر، والبت اللي شعرها برتقاني قعدت تهزر وتقول أكيد جري عشان يقابل حبيبته السرية، وواضح إنها مستمتعة وهي بتحرق دم الكل بالفكرة دي. جيران والبنت الشقرة بصوا لبعض وهم مصدومين من الاقتراح ده. في الوقت ده المشهد راح لمستشفى، واقفة هيبة قدام قرص الشمس اللي بيغيب، وجوه المستشفى هاينو كان بيتكلم في التليفون وشكله مهموم وضغوط أكتر من وقت خناق الشياطين، كأنه بيتكلم عن حالة طبية وتشنجات وصوته واطي وهو بيسمع الأخبار اللي تسد النفس. من الناحية التانية كان واقف في أوضة المستشفى محني على تليفونه وبيكلم حد بيقوله يا ريس، وشكله كان بيبلع كبرياء وبيعترف إنه لسه ما يعرفش يدفع المصاريف اللي عليه. السرير اللي جنبه أخته الصغيرة ساجيان كانت غرقانة في النوم وماسكة دبدوب في حضنها، شكلها كان هادي رغم لبس المستشفى والغموض اللي حوالين مرضها. المدير اللي بيكلمه كان بيقطم فيه وبيديله كلمتين في العظم، بس قال له إنه غطى مصاريف الشهر ده خلاص. هاينو وتراسه وشكره على المساعدة رغم إن المخاطرة اللي أخدها، والمدير قال له بطل هبد واشتغل بجد عشان ترد الفلوس دي. هو ضحك ضحكة صفرة وقال إن الراجل ده بيقلب حنين ومكسوف بطريقته الخاصة. صوت المكالمة صح على البنت. جيهان فركت عينيها وشافت أخوها واقف، كانت لسه مدروخة ووشها نور أول ما عرفت إنه جاي يزورها. ابتسمت له وقالت له إنها بقت أحسن بكتير بعد الدواء والنومة الطويلة دي، واعتذرت له عشان قلقته عليها، والحركة دي لمست قلب هاينو قوي. هاينو ارتاح وإنها بقت كويسة وقلب أخ مثالي في ثانية. قال لها اطلبي
اطلبي اللي انت عايزاه، هشتري لك المنيو كله لو ده هيفرحك. البنت كانت طايره من الفرحه وقعدت تشجع اخوها بجدعنه. في اللحظه دي كان باين عليهم انهم هيتعشوا عشاء عائلي رايق. الشمس كان لونها مبهج وكانها بتشاركهم الفرحه الليله دي في اوضه المستشفى. بس يا فرحه ما تمت، الهدوء ده مش هيطول. عند بوابه المدرسه جيروم كانت هتركب عجلتها وتمشي لما سمعت حد بينادي على هاينو. بصت وراها بفضول تشوف مين اللي جاي في الوقت المتاخر ده. طلعت يانج يانج راكبه السكوتر الاخضر بتاعها وشكلها متبهدل خالص وبتصوب باسم هاينو. كانت لسه بهدوم الشمان وشكلها شافت حاجه خلى ركابها تخبط في بعضها. جيروم قالت لها انه راح المستشفى، بس يان ما كانش عندها وقت للرغي. قالت لها ان الروح الشريره بتاعت الصبح دي ما كانتش صدقه، الموضوع اكبر من كده بكتير. يان طلعت ايديها ووريتها بقايا الروح اللي حاربوها. قلب الروح اللي على شكل راس معزه مقرف ومتغطي بحجابها ولسه بينبض بنور اسود ضعيف. جيروم بصت للحاجه دي وكان يغمى عليها من الرعب وصوتت. عمرها ما شافت قرب في المنظر ده، الموضوع طلع اكبر من قدرتها بكتير. يان شرحت ان دي روح مزروعه، يعني حد فاهم هو بيعمل ايه حطها قصادها، وهي متاكده ان العيال اياهم هم اللي ورا الهجوم ده. قالت انهم لازم يلاقوا هايون فورا لان المجانين دول اكيد هيروحوا يصفوا حساباتهم معاه عشان بوظ لهم الخطه. الموقف اتحول من مجرد شغلانه عاديه لتارجت محطوط على قفاه. نرجع للمستشفى. هاينو كان قاعد بيتفرج على اخته وهي نازله اكل في البيتزا، وفجاه قامت قيامه وصريخ في الممر. بص ناحيه الباب وحسوا الامن اشتغل في ثانيه. وفي الممر الناس كانت بتجري عشان تنفذ بعمرها والورق كان طاير في كل حته من الفوضى. حد كان بيصرخ ان في واحد ماسك سكينه وملموس بحاجه شريره وسط الهيصه دي. كان في صوت كعب عالي اسود بيخبط على الارض بكل برود وثبات ماشي عكس التيار الناس اللي بتجري ومرعوبه. وصاحبه الكعب دي ما كانش فارق معاها الصريخ ولا الهيصه دي خالص. البنت اللي ما كانش حد يعرف اسمها بنت الزبون وقفت على الباب على اوضه جيهان، سند على الباب وماسكه سكينه غرقانه دم في ايد والايد التانيه فيها سجاره. شكلها كان مختلف تماما عن البنت المنهاره اللي هاينو شافها الصبح. نفخت دخان السجاره وعينيها بتبرق بنور احمر شرير وهي بتسلم على هايون ببرود. قعدت تستهزأ بيه وتقول انها جايه ترد له الجميل عشان انقذ ابوها الصبح. هاينو عرفها في ثانيه واتصدم لما شاف بنت الزبون الرقيقه قلبت قاتله مأجوره بدم بارد. حاول يفهم هي ليه جايه وراه بدل ما تاخد الفلوس وتخلع. راحت هي طف على الارض وقعدت تشتكي ان الكل الصغير والكبير ما بيفكرش غير في الفلوس. البنت ما كانش معاها مليم احمر وشكلها كانت شايله غل من الدنيا كلها، وبحركه بسيطه ومقصوده فتحت الجاكيت بتاعها وورته بطنها اللي كان كلها وشم وحاجه غريبه، وقالت انها صرفت كل مليم حيلتها عشان تشتري الروح الشريره دي، ولما الفلوس خلصت رهنت جسمها كضمان للشر. هاينو فضل باصص لها ومرعوب من الحقيقه. عرف ان هي اللي اجرت الروح من الاول وبدا يفهم عمق الخيانه اللي حصلت الصبح. البنت شرحت ان خطتها كانت تموت ابوها وبعدين اخوها الاهبل عشان تلعب في الورث كله لنفسها، وبالفلوس دي كانت هتدفع ديونها وتعيش في عز. وقعدت تصرخ فيه وتلومه انه وقف في طريقها وبوظ لها فرصه العمر. وفجاه راحت رافعه السكينه وغزاها في بطنها هي شخصيا، وقعت في نص الاوضه وشعرها متغطي ووشها دم والدم غرق الارض. وعين واقف عند الباب مصدوم ومش عارف ينطق من هول المنظر اللي حصل قدام عينيه. هايانو كاتم نفسه وهو مبحلق فيها والعرق نازل على وشه زي الحنفية البايظة من كتر التوتر. في الوقت ده الست دي فضلت تأني فيه وتقول له ان تدخله في الامور اللي ورا الطبيعة ده هيخليه يدفع التمن غالي قوي ومخاطره فوق الخيال. والبنت بصت لفوق بابتسامة مرسومة بالدم وشكلها توكسيك خالص، والسيجارة لسه محشورة بين سنانها ولكنها قاعدة بغرزة وبتقول له يا ارض تهدي معلك يا هدي. فجأة ومن جرح كبير في بطنها بدأت تظهر كتلة من الارواح المظلمه بتلف حوالين بعضها وعينيها حمراء وبتقيد نار ومستعده تقطع اي حاجه تقابلها. وقعدت تتريق عليه من ورا حاله الطاقه السوداء دي، وصوتها كان كله كره وغل، وبتقول له لو هو ما كانش انقذ ابوها كان زمانها دلوقتي عايشه فل ومرتاحه ومبسوطه في حياتها. فجاه طلع منها زئير مرعب من الطاقه السوداء دي وهي بتصرخ باسم هايانو باعلى الصوت. الارواح دي هجمت عليه زي التعابين العملاقه وفاتحه بقها على الاخر ومستعده تعضه وتنهش في لحمه. هايانو يا دوب لحق يوطي بسرعه الصاروخ قبل ما واحد من اللوامس الضخمه دي تشرف الجو فوق دماغه. الضربه كانت قويه جدا لدرجه انها هزت الحيطه بتاعه المستشفى والاوض كلها. والمصيبه حصلت لما روح من الارواح خطفت ساو جيهان من فوق سرير المستشفى وهي تعبانه ونايمه في امان الله. هايانو اتفزع وحاول يمد ايده يلحقها وهو مش شايف قدامه من الرعب. عينه كانت هتطلع من مكانها وهو شايف اخته بتشد وبتخطف بعيد عنه قدام عينيه. الروح دي رزعت جيهان في الشباك الازاز وكسرته وطلعت بيها للهواء الطلق، وفتافيت الازاز بدات تنزل زي الزينه في الافراح بس على دمه شويه. هايانو رمى نفسه ناحيه طرف الشباك وهو هيموت ويلمسها
يلبسها ويشدها، والبنت كانت واقفة بتتفرج باستماتة خبيثة ومتشرشرة، والضلمة مدارية نص وشها وشكلها كان يقطع الخميرة من البيض. البنت كانت مستمتعة قوي باللحظة وبتقول لهيان وو ان حياتها اللي باظت بدأت فعليا من اللحظة دي. جيهان كانت متعلقة في الهواء على ارتفاع مرعب فوق الارض، والروح السوداء هي الحاجة الوحيدة اللي ماسكاها وهي بتشد لجوه الليل والضلمة. ايد هيان وو هي كانت الشعرة اللي بتفصل بين اخته وتنهي حياتها للابد. الدموع غرقت وش جيهان وهي بتمد ايديها ناحية الشباك، وكانت بتترعش وبتنادي على اخوها بصوت كان هيضيع من كتر الهواء وصوت التكسير الازاز اللي بيصرخ في المكان. عين هيان وو بان فيها الاصرار واليأس، والاصرار اللي كان محركه ما كانش بيفكر في خطر ولا ارتفاع ولا انه ممكن يروح فيها. كل اللي شاغل باله في اللحظة دي انه يرجع اخته لحضنه. وفجأة الروح رمت البنت من الشباك واللوامس اختفت وسابتها بتقع في الفراغ من دور عالي جدا في المستشفى زي الريشة. هيان وو نطر نفسه من برواز الشباك ورمى جسمه وراها، وكان بايع القضية وحاطط حياته كلها على المحك في النطة الانتحارية دي عشان يلحقها قبل ما تلمس الارض. قدر يلحق جيهان في نص الجو ولف دراعه حواليها وحضنها بقوة، وهما الاتنين زي الصاروخ على الارض. خب راسها وحاول يحميها بجسمه ويخلي ظهره هو اللي يقابل الارض قبل الصدمة. البنت اللي ملهاش اسم دي مالت من الشباك المكسور وبصت لتحت بمنتهى الشماتة والسواد. عينيها قلبت سودة تماما مع نقطة حمراء صغيرة زي عين الجن. هيان وجيهان كانوا بيقعوا بسرعة البرق، والارض كانت بتقرب منهم عشان تسلم عليهم. حضنها ووشه بقى زي القناع من كتر الاصرار اللي هو شايله من الصدمة وعايز يشيل الضربة مكانها. لبسوا في سقف عربية بيضة كانت راكنة في الباركينج. الصاج اتعجن واتطبق والازاز اتدشدش 100 حتة تحت وزنهم. خبطة تكسر العظم خلت الحطام والتراب يطير في كل حتة، وسراين العربيات بدأت تصوت في الباركينج بتاع المستشفى الهادي. صوت عالي بيشرخ سكون الليل. العربية السيدان دي راحت في داهية وسقفها اتطبق لحد ما وصل للكراسي من جوه. هيان وو كان ممدد على السقف المعجون بيكح وياخد نفسه بصعوبة كأنه طالع من معركة حربية. كان متدغدغ وكله كدمات بس لسه قافل دراعه على جيهان اللي كانت فاقدة الوعي ولسه سليمة وكانت في امان. البنت بصت عليهم من فوق وبتقول له يا منافق. قعدت تتريق عليه وتقول ان هو مهتم بعيلته او خرب حياة ناس تانية كتير بعمليات طرد الارواح بتاعته ما بيعملش حساب لحد. نطت لتحت وطارت في الجو وحواليها ارواح اكتر شبه التعابين السوداء، وبتقول له انه ملوش لازمة تعبه ومحاولاته دي عشان هما الاتنين هيموتوا يعني هيموتوا مفيش مفر. وشها باين قريب قوي وعينيها منورة احمر يخوف كأنها كشافات عربية نقل. البت دي خلاص الضلمة كلتها وما بقتش عايزة تشوف غير هيان وهو بيتعذب وبيتبهدل. هيان وشه كان ملطخ بالدم والتراب وعينه كانت نص مقفولة وهو مرمي على العربية وباين عليه انه جايب اخره وخلاص هيفرفر بعد الوقعة والهجمات دي كلها. بس فجأة بدأ يقوم ويزق نفسه لفوق ولسه حامي جيهان النايمة بدراعه وقال للبنت تبطل هري وكلام فاضي وما ترميش بلاويها واختياراتها السوداء على غيرها. وخياله باين وسط المستشفى وهو بيبص لها بحدة، واجهها بالحقيقة وقال لها هي اللي بوظت حياتها بايديها لما باعت روحها الروح شريرة عشان شوية فكة وفلوس. البنت اتجننت وتعصبت جدا وشها اتلوى بشكل مرعب وهي بتصرخ فيه انه يبطل يعمل فيها انه عارف كل حاجة ومقطع السمكة وديلها. الطاقة السوداء حواليها بدأت تنبض بقوة اكبر وظهرت رؤية من ماضيها وهي شايفة اهلها بيضحكوا مع بعض وهي مركونة في الساعة لوحدها كأنها مش منهم. صرخت انهم ما كانوش غير شوية زبالة ويستاهلوا الموت عشان ركنوها على الرف وما كانوش مهتمين بيها. لوامس سودا اكتر طلعت من نص جسمها وضربت كل حتة من كتر الغل والجنون. البت دي فوتت خالص والمرار اللي جواها سنين مع تأثير الروح الشريرة خلوها وحش ملوش كتالوج وهجم عليها وعينيه فيه نظرة حديد. خلص وقت الكلام والمناهدة خلص ومستعد ينهي الفيلم ده للأبد. مسك واحد من اللوامس السودا دي بإيده والهوا حواليه بدأ يتموج ويتحرك وهو بيضرب من قلب مصدر الطاقة المظلمة وبمنتهى البساطة بإيده اليمين وبعدين الشمال. مسك اللوامس دي وفرتكها وقطعها بإيده الحاف ولكنها ورق جرايد. زعق فيها وسألها لو كان إنها تتركن على الرف ده سبب كافي يخليها تقتل أهلها وتعمل المجازر دي كلها. راس البنت اترمت لورا من قوة الضربة واتصدمت وما كانتش متوقعة إنه يقدر يفرتك قواها الروحية بإيده كده ويمسكها من إيديها اللي بتوجعها. هيان وما خلص وفضل يقطع في اللوامس دي وكان هيقطع وصلتها تماما بالروح الشريرة. قال لها كل اللي عملته ده هيخليها تدفع فاتورة طرد أرواح غالية قوي قوي وهيسحب كل اللي وراها وقدامها. وش هيان يوم كان مليان دم بس مفيش أي نية للتراجع. كان مركز في المهمة ووشه بارد زي التلج. آخر ضربة عملت موجة صدمة خلت الرصيف يتشرخ وعفرة التراب تملى الجو وتغطي كل حاجة. القوة اللي ورا الضربة ما كانتش طبيعية ومحدش شاف زيها قبل كده خالص. في مكان تاني بعيد عن المستشفى كان في موتوسيكل
موتوسيكل طاير في شوارع المدينة والمكان بتجعر في السكون. أنوار المدينة كانت بتجري ورا بعضها وهم رايحين ناحية المصلحة والهرجلة اللي موجودة دي. جيرام هو اللي كان سايق ويانج متشعبطة وراه وهي خايفة. جيرام طمنها وقال لها ما تقلقش، هيانو ما بيجيبهاش لبره وبيخلص على أي روح ببوكس واحد وما بيسميش. بس يانج كان وشها ما بيفسرش حاجة وجادة جدا، وقالت له إن الموضوع مش مجرد روح شريرة عادية بنتعامل معاها. وفجرت المفاجأة إن الروح دي ليها علاقة بالناس إياهم، الجماعة اللي يقدروا يستدعوا أرواح ملهاش آخر ويقلبوا الدنيا. جيرام تاه وسألها مين بالظبط. يان شرحت له إنهم بني آدمين بيعملوا نفسهم شياطين، بيثبتوا الناس ويغفلوهم ويبيعوا لهم أرواح شريرة عشان مصلحتهم وفلوسهم. وظهرت صورة الروح زرقاء ضخمة وعضلاتها مفطرة بتطلع من ظهر واحد عشان توضح الرعب اللي يان بتحكيه ومخاوفها. قالت إن أي حد يقع تحت سيطرتهم يقدر يندع أرواح ما بتخلصش ويستدعي فيهم لحد الصبح. وبصوا على بطن البنت اللي ملهاش اسم، وكان في روحين مرعبين طالعين منها تماما ومولودين من السواد. البنت بدأت تطير عن الأرض وجسمها من فوق اتفتح بشكل بشع وطلع منه أرواح وحشية عينيها حمراء وبتقيد نار من تحتها كأنهم حشرات تحولت لشيطان كامل. وظهر ختم مشرشر على قورتهم باين إن هو بتاع ملوك الجبابرة. ضحكت بقها الواسعة وبينت أمنيابها زي الموس وقالت بمنتهى السواد والشماتة المكان ده خلاص بقى جهنم بالنسبة ليهم. هيان وبص على القرف ده ووشه كان متبهدل كدمات ودمه ناشف من المعركة اللي فاتت، كان بينهج ونفسه طالع بالعافية وجسمه بدأ يحس بتعب الخناقة اللي ما بقتش تخلص دي. قعد يتفرج على البنت وهي بتاكل من الأرواح اللي استدعتها، إنسانيتها بتسيح خلاص وبقت مجرد مسخ. استغرب ازاي قدروا يخلوا أرواح شريرة زي دي تظهر كده مرة واحدة، بس تركيزه فضل زي السيف على الخطر اللي قدامه رغم إصابته ووجعه. هيان واللي لسه واقف صامت زي النخلة رفع ايده يداري وشه، وقفته اتحولت من التعب للاستعداد القاتل كأنه وحش بيفوق. شال ايده بانت عين واحدة منورة بنفسجي اسطوري جبار ومرعب، ضغط على اسنانه واداها التحذير الاخير بكل ثقة وقال لها ان فاتورة طرد الارواح بتاعت مكتب الشفاء دي غالية وهي دلوقتي هتدفع كل مليون وقرش الصاغ في حتة تانية. الاب كانجيو كان قاعد بيملي التقرير بتاعه ببرود وتناكة، ومن الضغط الروحي اللي حاسس بيه كان مقتنع ان هما بيتعاملوا من خطر في الدال، وده خطر تعبان يعني اي عيل يخلصه. وراه كان في روح ضخمة فاتحة بقها ومغطية المكان اللي محاوطينه. وحتى بالنسبة للقسيس عقر المواقف دي ما بتكونش سهلة زي ما هي باينة من بره. كان رجع ظهره لورا وولع سيجارة، ولكن في حاجة بتحصل في الدنيا ومكبر دماغه على الاخر. لما حد سأله بجهل لو ينفع يرش شوية ملح وخلاص والروح تمشي، اللي بعينه بملل وزعق من الاقتراح العبيط ده. فجأة المساعد الشاب روكي بيجري وبينهج لركبه كأنه شاف عفريت لابس جلابية، وزعق ان في حالة طوارئ والقسيس كانج لازم يتحرك فورا من غير تأخير. الواد كان هيتجنن والعرق غرق قميصه، وقالوا ان لسه واصل له خبر ان في روح من فئة 1000 ظهرت في المستشفى الجامعي. السيجارة كانت هتقع من بق كانج من الصدمة والذهول ان روح فئة 1000 تظهر فجأة ومن غير انذار. ده كان اخر حاجة يتوقعها في الليلة السوداء دي. نرجع تاني لهيانو اللي كان في قلب المستشفى بيواجه الكابوس ده لوحده. البنت الملبوسة كانت واقفة قدامه وطلع من ظهرها ارواح ظل كتير زي اجنحة سواد عملاقة. ساو جيهان كان مغمى عليها على الرصيف وملهاش اي حول ولا قوة وسط الخناقة اللي هتقوم دي. البنت الملبوسة قعدت تضحك عليه وتتريق. حواليها روحين ضخمين عينيهم فاضية وباين انها مستمتعة بالخناقة اللي كفتها مش قد بعضها دي، وبتقول ان خلاص هو وقع في الفخ. بس هيانو ما تهزش ولا خاف ولا رماش له جفن، كان بيجز على اسنانه وعينه البنفسجي بتلمع بغل وتركيز عالي. فكرها للمرة المليون ان مصاريف مكتب الشفاء مش رخيصة، وناوي يلم كل مليين على التعب والبهدلة اللي تعبوله ده. وعشان الجراء اصلا يلمس اخته هجم عليها واداها ركلة دبل كيك محترمة طيرت روح من الارواح دي في الهوا، وما كانش مخبي ولا 50% من قوته تطلع كل اللي عنده. روح تانية عينيها حمرا هجمت عليه وبينت انيابها وكانت اسرع بكتير من شوية العيال اللي بيقابلهم في الشغل. ما لحقش يهرب منها تماما ومخالبها قطعت كتفه والدم طرطش في كل حتة وغرق الهدوم. هيانو صرخ صرخة وجع تقطع القلب، بس قدر يدوس على وجعه ويقاوم بقلب ميت. ورغم ان وشه بقى كله دم وعفرة وطينة ما كانش ينفع يهدى ولا حتى ثانية واحدة لان الغلطة بفورة. مسك الوحش من لياقته واستغل الاندفاع عشان يخل توازنه ويرميه من الارض رمي الكلاب. كان بيحارب بروح واحد بايع القضية مش باقي على حاجة خالص، ولسه رافع ايده عشان يدي للوحش لكمة جامدة زحلقه في نص وشه. وفجأة المجسات بتاعة الست دي لفت حوالين دراعه وكتفه، ومش بس كده ده طلعت من الضلمة عشرات من التعابين الظل وكلهم رايحين زي الصاروخ ناحية جيهان اللي نايمة سابع نومة. المضيفة هنا كانت بتلعب على الحتة الطرية ونقطة ضعفه عشان تخلص الحكاية دي للأبد.
وعين هينو وسعت من الصدمة لما حس بالخطر اللي بيحاوط أخته، وصرخ باسمها بأعلى صوت، وبرود كان راسم على وشه طرف الهوا وظهر مكانه رعب حقيقي. وقبل ما يلحق يرجع يحمي البنت أخد ضربة سيف قتلة مباشرة، وقوة الضربة كانت عنيفة لدرجة إن الدم طار في الجو زي الرشاش. يا دوبك كان ماسك نفسه سانن سنانه وهو بيحاول يفضل سد منيع بين أخته وبين الوحوش دي، وعمال ياخد ضربة ورا التانية وهو زي الوتد مش عاوز يتحرك من مكانه. وبزئير في يأس ضرب روح الأخ بكل قوته عشان يلاقي مخرج من المصيبة دي، وموجة الصدمة خلت الظلال تتراجع لثانية واحدة. أما جيهان كانت في عالم تاني ونايمة بسلام منكمشة في هدوم المستشفى، والعالم حواليها بيتهد. وفجأة المجسات كانت مندفعة ناحية أخته الصغيرة، اتجمدت في مكانها كأن في حد كتفها ووقف حالها. واتضح إن هيانو قدر يلحقهم في آخر لحظة، ومسك مجسات الظل دي بإيده حاف وعمال يشد فيها ويقطعها ويبعدها عن أخته، وكان بيطلع كل اللي فاضل ليه من طاقة وبيصرخ فيهم عشان يبعدوا. ووشه كان خريطة من الغضب واليأس، وبصرخة أميرة إنهم يبعدوا عن أخته قطع كل المجسات الشيطانية دي حتت حتت. ورغم إنه أنقذ البنت من الخطر، بس جسمه كان متهالك ومتدغدغ وخلصان. والمضيفة كانت واقفة وسط الحطام ده زي النخلة ولا اتأثرت بأي كلمة. وهيانو بدأ يكح دمه ومش قادر يرفع راسه حتى من على الأرض، ووصل لآخره خالص. والمضيفة قعدت تتريق عليه وعلى قدرته في طرد الأرواح اللي وصفتها انها تصعب على الكافر، وما كانتش مهتمة باسلوبه اللي بيعتمد على القبضة الحاف. وكان ساند جسمه على العربية وبالكاد بياخد نفسه، وحواليه العرايس بتاعة المضيفة عمالين يترعشوا مستنيين الامر بالقتل. وبصت له بعيون حمرا وهي بتلمع وبتتساءل هو ده بني ادم زينا ولا ايه؟ وبالنسبة ليها هو مجرد لعبة كسرت تحت الضغط. وهيان ما كانش قدامه غير انه يبصلها بعيون بنفسجية مليانة تحدي وتعب في نفس الوقت. وكان عارف ان الحيلة قصرت ومفيش خيارات تانية. وفي اللحظة دي عقله رجع بيه لليلة الباردة من سنين، لما كان لسه عيل صغير بيكش من السقعة في زقاق وماسك جيهان وهي حتة لحمة حمرا وملفوفة في بطانية خفيفة. ورجع للواقع وهو بيجز على اسنانه لحد ما كانت هتتكسر. والكلام المضيفة عن امه اللي سابته جه على الجرح وضايقه جدا، وراح رامي نفسه لقدام في هجمة انتحارية ومتهورة في الهواء. وكان بيتحرك بغريزة بحتة محركة نار الغل، والمضيفة حتى ما كلفتش خاطرها تتحرك تدافع عن نفسها. دي ابتسمت وشها تحاول اقناع شر كبير، وطلع صيغ ضخم من الظل في صدر هيان ورفعه من على الارض تماما. والارتطام كان صوت يرعب في سكون الليل. ونادته يا واد يا شايع وهي بتضحك على سهولة جره للغلطة الغبية دي، وانه وقع في ابسط فخ نفسي في الكتاب. وعيون هينو بدأت تطفي وهو بيبخ بخ الدم، والظل لسه مغروس في صدره ومثبته في مكانه زي الفراشة المتدبسة. وفجأة طلع عمود طاقة ضخم من الطاقة الروحية الزرقاء ولع المكان كله في المستشفى. وكانت هجمة طاقة عنيفة هزت الهواء، وشعاع نور اخترق الضلمة ورايح للمضيفة بالظبط. في حد جديد دخل على الخط ومش جاي عشان يهزر. جيران وصلت للساحة وكانت فارسة وعمالة تزعق فهيانو عشان غبائه اللي ملوش آخر، وكانت عاوزة تعرف هو فاكر نفسه بيعمل ايه وهو داخل فخ الموت ده من غير ما يستنى الدعم. وهيانو يا دوب قادر يفتح عينيه والدم نازل من ركن من بقه وهو واقع على الارض، وبيحاول يقول لهم يهربوا وهما لسه فيهم نفس، بس صوته ما كانش اكتر من همس متقطع موجوع. وجرام ما كانتش بتسمع الكلام ده اصلا، وردت عليه بحده وقالت له ان هو بين الحياه والموت، ووقفت ثابته مع يانج عشان يستلموا المعركه اللي هو مش قادر يخلصها. ويانج ما ضيعش وقت وقعدت تلوح بسيوفها في حركه دائريه بتلمع، وقطعت أرواح الظل كأنهم ورق كراسة كانت بتتحرك زي البرق. نظفت المكان في ثواني، والمضيفة اللي كانت ممسوسة كانت هتتجنن من التدخل ده، وقعدت تصرخ في البنتين عشان ما يبقوش عقبة في طريقها. كانت مركزة بس إنها تخلص على هينو. جيران شد القوس مصنوع من نور أزرق صافي، ملامحها بقت باردة ومركزة. الموضوع ما كانش بالنسبة لها مجرد إنقاذ، دي كانت جاية تنهي التهديد ده من جذوره. طلعت موجة ضخمة من الطاقة الزرقاء لما السهام بتاعتها خبطت وبخرت جنود الظل الصغيرين في لمح البصر. قوة من الطلقات كانت كفيلة تهز الأرض، ويانج نزلت برقة وهي مرفصة وهدومها التقليدية بترفرف وهي
بتجز سيوفها للموجة اللي جاية، وكانت على نغمة واحدة مع دعم جيران، وعملوا سور بين الوحوش وصاحبهم المصاب. بس المضيفة ما خلصتش لسه، وطلع وحش ظل تاني من الضلمة وبقى بقه مفتوح على الآخر، وكان بيتحرك بسرعة مرعبة. فاجأت حتى المشعوذين الخبرة، وجيران أخدت خبطة مباشرة في كتفها، والدم اترش في الجو وهي بتترمي لورا، وقوة الارتطام خلتها تزحف على الرصيف. وهيانو لما شاف صاحبته بتقع صرخ صرخة يأس، وعيونه البنفسجية وسعت من الرعب. هو أصلا كان في الضياع، بس إنه يشوف جيران بتوجع ده كان فوق طاقته. ويانج جريت عليها تسألها لو كانت كويسة، بس جيران جزت على أسنانها من الوجع وأكدت إنها تمام، وقالت ليانج إنهم لازم يكملوا مهما حصل. وظلال المضيفة اتحولت لهيدرا ضخمة بكذا راس من الضلمة، وكان في سيل ملوش آخر من الشر بيطلع من ظهرها وبيكبر ثانية ورا ثانية. جيران بصت لفوق وهي بتنهج وعرقانة لما عرفت حجم المصيبة، واعترفت إنها ما شافتش أبدا روح بالغل ده، وإنهم هيتنفخوا لو كملوا كده. وعينيها ضيقت لما عرف إن هما محتاجين يغيروا الخطة تماما، وقررت تبطل دفاع وتدور على ثغرة عشان تراهن رهانها الأخير. وعينيها راحت للندبة الحمراء اللي في قفاها ينمو، ودي العلامة اللي فيها مفتاح قوته الحقيقية، وبدأت تنور نور مشؤوم. وجيران وقفت تاني وسألت يانج لو تقدر تفتح لها طريق لهينمو، ويانج مترددش ووعدتها إنها تفتح لها الطريق اللي محتاجاه. وقفوا في ظهرهم ظهر بعض، والمتحولين بتوع المضيفة محاوطينهم من كل حتة، وكان الموقف كله يا صابت يا خابت، وكل حاجة واقفة على الحركة اللي جاية. والمضيفة قعدت تضحك عليهم وتناديهم يا عيالة مزعجة، وبتتريق على تصميمهم، وفاكرة انها كده خلصت عليهم وحطت عليهم خلاص، وان خطتهم دي مجرد رفسة الموت. وجيران طنشت التريقة دي وصرخت ليانج تسيب ليها الطريق، وجريت بأقصى سرعة وهي بتطلع كل الطاقة الروحية في رجليها، وكانت متغطية بهالة زرقاء وهي بتقفل تقنية الزهور المتساقطة والمياه الجارية. كل خطوة كانت تقيلة بذكريات الماضي اللي بينها وبين الولد اللي مرمي على الأرض، وكانت بتعض على أسنانها لدرجة الوجع، وبتجر جسمها يتخطى حدوده بالعافية. وكانت مركزة كل حاجة على الهدف ده بالظبط، وناسية الوجع والتعب. وفجأة عقلها رجع لزمن هادي في المدرسة، لما زمايلها كانوا بيغلسوا عليها ويسألوها كانت بتحب هيانو عشان لازقة فيه طول الوقت. وفي الذاكرة دي كانت بتهزقهم وهي وشها بيجيب ألوان وبتقول مستحيل، بس الحقيقة ان الرابط اللي بينهم اتكون في مكان أظلم بكتير من طرق المدرسة. ورجعت للواقع وبتقول ان المضيفة بتتريق عليها، وبتقول انها عيلة هبلة تانية ما يقدرتش حياتها، وبدأت تجهز صيغ ظل ضخمة عشان تغرزه في جيران زي ما عملت مع الولد. وجيران غطست وسط المجسات وراحت ناحيته، وهي مش فارق معاها السياخ اللي بتقطع هدومها، ومش هتقف غير اما توصل له. والمشهد رجع لليلة ساقعة فيها تلج من سنين فاتت، وهيانو وهو صغير وشعره اصفر كان كاشش على الارض من التلج قدام دار رعاية، وكان ماسك اخته الصغيرة جيهان بين ايديه عشان يحميها. والولد الصغير بص لفوق وشه كدمات وعيونه مليانة حزن يقطع القلب. شاف بنت صغيرة واقفة قدامه وسألها لو كانت هي مطرودة هي كمان، وكانت جيران وهي صغيرة وشعرها الازرق منكوش ودموعها نازلة وهي ماسكة سكينة مطبخ. وقالت له ما تحطنيش في جملة مفيدة معاك، وادعت انها هي اللي اختارت تسيب ابوها، وايديها كانت بيضة من كتر ما هي قرصة على السكينة بين ايديها، وجسمها الصغير كان بيترعش من البرد. وشرحت ان ابوها ممسوس بروح شريرة، وهي قررت تنهي الموضوع بايديها. هيانو ما كانش مصدق اللي بيسمعه من واحدة في سنه، وبص لها بصدمة وسألها انت بجد هتقتلي اهلك الوحيدين عشان خاطر وحش؟ جيران انهارت خالص، وكتافها كانت بتتهز وهي بتعيط في ليالي الشتاء. كانت مجرد طفلة اتحطمت في خانة اليك والشك، وشالت شيلة اكبر منها بكتير، والسكينة كانت تقيلة على قلبها قبل ايديها، وهجمت عليه وهي بتصرخ ومفيش قدامها حل تاني، وان الاساوسة كلهم هربوا وقالوا ان مفيش حاجة في ايدينا، وسابوها تواجه الكابوس ده لوحدها. وهيانو صرخ فيها ونادى عليها وقال لها يا غبية عشان هتضيع أهلها بسبب روح، وقال لها إنه مش هيسمح لها تغلط غلطة تفضل مترضاها طول عمرها. وهي من غيظها راحت مدياه قلم على وشه، والطفلين وقعوا في التلج وهما بيصارعوا بعض على سكين المطبخ، وكان صراع يائس ومبهدل بين طفلين العالم رماهم. جيران كانت لسه بتصرخ وسط دموعها وبتسأل حتة عيل زيه هيعرف إيه حجم الوجع اللي هي فيه، وكانت مرعوبة ووحيدة وبتطلع غلها في الشخص الوحيد اللي مهربش وسابها. وفي الاخر الاتنين وقعوا في ظلم وضيق وهم جايبين جاز وخلاص خلصانين. ويافطة دار الرعاية هي اللي كانت بتنور فوقيهم وبتفكرهم ببرود هم ليه انتهى بيهم الحال هنا. وجيران في الاخر استسلمت وقعدت تعيط في حضن هيانو وهي بتطلع كل الخوف اللي كانت شايلاه جواها، وهو فضل ماسكها في وسط التلج وسابها تفرغ كل الشحنة اللي هي فيها. بيبص لها من فوق بعينه اللي لونها بنفسجي وحادة زي الموس، والواد باين عليه نضجه، ساعات الكبار نفسهم ما بيوصلوا لهاش ابدا.
ومصمم انه مش هيسيبها غير لما تكون في امان تام، ومهما الدنيا سقعت وبقت تلاجة هو مش هيهزه ريح. جرام بصت له هي وشها عبارة عن خريطة من الدموع والمخاط وسألته بكسرة قلب ويأس: واحد زيك ممكن يعمل ايه يعني عشان يساعدني؟ البنت كانت فاقدة الامل تماما وشايفة ان الدنيا خلاص قفلت في وشها، بس هينور راح ماسكها من كتافها بكل قوة، وتعبيرات وشه اتحولت لجدية تقطع الخميرة من البيت. ده ما كانش مجرد وعد لواحدة غريبة في الشارع، ده كان عهد ورباط هيربطهم ببعض سنين وسنين قدام. وقال لها في وشها بكل ثقة: انا بقدر اقتل الارواح الشريرة. كان بيديها طوق نجاة وسبب يخليها ترمي السكينة من ايديها وتصدق ان اهلها لسه ليهم فرصة في الحياة. الولد هينو كان صغير وما كانش من النوع اللي بيرجع في كلامه ولا بيخاف. صرخ في وش جرام الصغيرة وقال لها: تصدقي او ما تصدقيش ده يرجع لك، بس لو عايزة انا اساعدك تنقذي ابوكي. وكان واقف في نص ليلة تلج وسواد وشايل اخته الصغيرة جيهاي وحاضنها في صدره بكل قوة كأنه بيحميها من الدنيا، ووعد انه هيخلص على كل روح شريرة لحد ما الامور تتصلح. واعلنها صريحة: بما اننا احنا الاتنين مطرودين ومنسيين من الدنيا يبقى من النهاردة احنا اهل وعيلة واحدة. جرام الصغيرة كانت متسمرة في مكانها وعينيها واسعة ومنمنمة من الدموع وهي بتحاول تستوعب العرض اللي قاله. اصل مفيش حد قبل كده عرض عليها يكون ليها بيت ولا حد فكر يساعدها في تجارب الضلمة اللي خطفت ابوها منها. ودارت الايام ومرت سنين وجزمة جرام خبطت في الاسفلت وهي بتجري باقصى سرعة وعندها عزيمة حديد، وبتقول لنفسها ان المعركة دي كلها هي طريقتها عشان تسدد الدين اللي شايلاه فوق كتافها من الليلة دي. ونطت وسط المعمعة وهي بتعدي زي الشعرة من العجين من بين مخالب الظل اللي طالعة من الست الملبوسة. كانت جيرة مرعبة وخطيرة بس هي ما كانتش ناوية تقف لأي سبب من الاسباب. هينو بص ليها وهو مذهول على الارض ووشه كان كله كدمات ودم، وحاول ينادي اسمها وهو مش فاهم هي ليه اتجننت وبقت تهاجم بغشم في وسط المعركة اصلا وهم خسرانين فيها. وفي اللحظة دي خيال من الماضي مر في دماغها، افتكرت البنات اللي في مكتبة المدرسة وهم بيغتتوا عليها وبيقولوا انها هي وهينو كابل وبيحبوا بعض عشان دايما مع بعض، بس الحقيقة كانت اعب من كده بكتير. هي ما كانش فارق معاها الكلام وقتها ولا فارق معاها دلوقتي، وراحت ماسكة هينيو من لياقة الجاكيت بتاعه وهي مركزة في هدف واحد بس مفيش غيره، وراحت شدها عليها وقربته من وشها وغرزت سنانها في الندبة الحمراء اللي في قفاه، الحتة اللي كانت حابسة طاقته الروحية. هينو راسه اترمت لورا وصرخة وجع مكتومة طلعت من زوره. هجمة الطاقة المفاجئ دي كانت أكبر من إن جسمه المكسر ده يستحملها، ومع العضة دي انفجرت طاقة لونها أحمر في أسود وراهم على شكل قلب مكسور ضخم. ده كان ارتباط بداية أكبر القوة المستخبية جواه إنها تطلع لبره بكل غل. يعني يانج كانت واقفة على بعد كام متر وحاطة ايديها على بقها من الصدمة. عمرها في حياتها ما شافت صحوة روحية بالعنف ده ولا بالطريقة دي. وفجأة انفجر عمود نور روحي لونه أزرق في أبيض من جسم هينو، ونور أرض المستشفى كلها كان في شمس تانية كأنها طلعت. وقوة الانفجار دي عملت موجة ضغط في الجو هزت شبابيك المباني اللي حواليهم. الست الملبوسة طارت لورا من كتر الضغط ومخالب الظل بتاعتها بدأت تتقطع وتدوب تحت النور الروح الصافي. ما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل للواد اللي كانت فاكرة انها كسرته خلاص. هي مبلمت من كتر النور وحست ان مقامرة جرام اليائسة جابت نتيجة، وبحركة سنانها في الندبة هي اللي فكت الختمة عن طاقة هينو الحقيقية. وظهر لمحة من الماضي تاني بباب اسود وشكله يقبض القلب هو ومارب، وطلع منه ارواح سودا زي الدخان. ده كان اصل الكابوس اللي عاشوه هم اطفال. وظهر هينيو الصغير وهو بيصارع روح سمكة حمراء شكلها كان مقرف، وجسمه الصغير كان بيطلع منه نور ازرق خفيف. وجرام الصغيرة كانت واقفة ورا وشايلة الطفلة جهاي والواد بيحارب حرب هي مش شايفاها. وشه الصغير كان كله تصميم رغم الكدمات، حتى وهو عيل صغير كان واخد دور الحامي ضد الحاجات اللي بتطلع في الضلمة. ونرجع للواقع بعد ما عدت منه والدموع مغرقة وشها وهي شايفة التحول اللي بيحصل ليه. هي عملت اللي عليها والباقي دلوقتي على الواد اللي انقذها زمان. هينو كان مالي راسه للارض وشعره بدأ يتحول بسرعة من لونه العادي للون الابيض اللامع، والهوا حواليه كان بيشرر طاقة تخلي الارض تحت رجليه تفرفر وتتكسر. ولما رفع عينه اخيرا اتحولت للون الاحمر زي عيون الوحوش الكاسرة. الواد المضروب اللي كان واقع في الارض اختفى وظهر مكانه حاجة اخطر بكتير، وكان باصص للوحوش اللي قدامه كأنه شايف من خلالهم.
جرام وقعت على ركابها وهي بتصرخ فيه: خلص المعركة دي بسرعة وانت لسه فيك حيل. كانت خلصانة ومصابة بس عارفة انه سامعها كويس. هينوه في هيئته الجديدة نزل بوضعية القرفصة على الارض وشعره الابيض بيطير مع الريح الروحية اللي هو عملها، وقال لها ما تخافيش بصوت فيه صدى تقيل بيهز الهوا هز، ونقل وزنه وجزمته غرزت في الاسفلت وبيستعد ينطلق. الارض تحت منه اتملت شروخ كأنها شبكة عنكبوت من كتر الضغط اللي بيجمعه، وانطلق اكنه طلقة او نيزك ازرق ملوش ملامح من كتر السرعة، وصرخ وقال ان الجحيم اللي الست دي عملته هيترد ليها دلوقتي وهو اللي هيوصله ليها بنفسه. الست الملبوسة عينيها وسعت من الرعب وهي بتبص في وشه ومش مصدقة اللي شايفاه. كل الجروح اللي في جسمه خفت في ثواني وما سابش حتى اثر ندبة واحدة. صرخت وقالت ان اي ألعاب بيعملها مش هتنفع لان المكان ده اصلا جحيم، وبدأت تضرب بكل اللي باقي ليها من قوة عشان تسيطر على الوضع تاني. بس هينو كان وشه عبارة عن قناع من الغضب البارد وقفل المسافة اللي بينهم في طرفة عين، وكان قرفان منها انها لسه بتحاول تستخدم الناس كطعم حتى الموت بيبص في عينيها. وراح مدي بوكس مدمر لواحد من كائنات الظل وايده كانت متغلفة بطاقة روحية بتلمع، وقوة الخبطة عملت موجة هزت دفاع الست وكسرت الظلال بتاعتها زي الازاز. ارواح الظلال اتفجرت واتفتتت ودابت في الهواء مجرد ما لمست طاقة صافية، والضلمة ملقتش حتة تستخبى فيها. الست بقت مكشوفة تماما وبقها اتفتح من الصدمة لما شافت جسر الظلال بتاعها انتهى في غمضة عين. هينو نط في العالي ومسك في ايده كرباج من الطاقة الزرقاء وقال لها ان العالم ده مش جحيم، انت بس اللي بصاله من نضارة مكسورة. وزعق وقال ان الجحيم الحقيقي هو اللي جوه قلبك اللي بوظ حياتك وحياة اللي حواليكي. ونزل بضربة قاضية اخيرة. الست بصت لفوق ووشها متدمر من الوجع والانكار وهو بيقول لها ان واحدة قلبها مكسور زيها الحقيقة تكون صعبة وما تتحملش. البوكس بتاعه خلاها تلبس في الاسفلت وتعمل حفرة تحتها. شهقت وطلعت من بقها سائل اسود مقرف، والرباط الروحي اللي كان ماسك الروح الشريرة في جسمها اتكسر قدام قوته الغاشمة. هينو نزل بوضعية هادية جنبه وهو بيراقب الست اللي مرمية وما بتتحركش. المعركة خلصت بس خروج الروح يا دوب بدأ يبدأ، وفجأة روح سودا ضخمة تسحب نفسها من جسم الست وهي بتطلع صرخة حادة توجع الودان وتخلي الدم يتجمد في العروق. والظل اتسحب لدوامة سودا في نص صدر الست وشكله كان بيتعسر ويتلوي وهو بيخرج غصب عنه من الجسم اللي كان عايش فيه زي الطفيل. وش الست كان باهت ومنفوخ وعينيها قلبت لفوق وهي بتنهج وبتحاول تاخد نفسها، واي حاجة كانت جواها اتمسحت تماما وراحت مرجعة كتلة سودا تقيلة من القرف على الاسفلت عملت صوت لزج. هينو وجرام اتجمعوا حوالين الست وهو بيبص على القرف اللي نزل منها، وفي نص القرف ده لقوا راس فرخة محروقة وشكلها يسد نفسه متغطية بتعويذ ورؤية، وده كان الخازوق اللي استخدموه عشان يزرعوا الروح الشريرة ويتحكموا في الست من ورا الستار. هينو وقف ومعاه يانج ورا ظلهم كان باين في السما وبيبصوا للسبب في كل المصايب دي. الجو كان لسه مكتوم بريحة الطاقة المحروقة. هينو وقف فوق راس الفرخة دي والروح اللي فيها بدأت تتلمض وتتريق عليه وهي في الأرض. الروح كانت بتضحك إنها مصدومة من قوته المستخبية، بس حذرته إنه أكيد مش بني آدم طبيعي وهيدفع تمن تدخله تاني. وفي لقطة قريبة لراس الفرخة المقرفة دي عينيها الحمرا نورت بآخر لعنة وعدته إنها تقتل كل اللي حواليه، وخاصة بالذكر جرام وقالت إنها تتبعها للجحيم. هينو ما سماش وراح نازل برجليه على الحتة الملعونة دي، هرسها هرس وكسرها في الأسفلت وطلعت طاقة غامقة من تحت كعبه، والضحكة اتقطعت فجأة وبص لها ببرود وقال للروح بيقولي لي انت عايزة ايه في وشي بدل ما انت مستخبية ورا ماسك مقرف. الواد ما كانش ليه خلق للألعاب والتهديدات دي. وفجأة الجو المشدود ده اتقطع لما هينو انفجر بالزعيق، وشه بقى احمر وشعره وقف من العصبية وشاور بصباعه وهو بيصرخ جرام دي مش صاحبتي خالص. وجرام ويان كانوا بيبصوا له ببرود تام وتعبيراته ميتة. والست يوجين اللي كانت ملبوسة بدأت تفوق وتاخد نفسها بصعوبة وهي بتكح. التأثير الأسود راح وسابها خرعة بدنيا ونفسيا، بصت حواليها وهي مش فاهمة حاجة وماسكة صدرها وبتحاول تجمع هي فين. هينو واقف جنبها ويان وجرام بيراقبوا البت وهي بتسأل أنا فين، وليانا بره المستشفى. يان بصتها بنظرة حكم قاسية وقالت لها أنت غبية عشان سمحت لإرادتك إنها تتسرق منك. الروح السوداء كانت راكباها خلاص بحة طلعت منها وسابتها وهي واقعة من طولها، طاقتها الجسدية والنفسية في الضياع. بصت حواليها وهي تايهة ومسطولة وحاطة ايديها على
صدرها وهي بتحاول تجمع شتات ذكرياتها وتفهم ايه اللي حصل بالظبط. هيانو واقف قريب في حين يان 02 وغرام عمالين يتفرجوا على البنت وهي بتسأل هي فين وليه واقفة برا المستشفى كده. يان 02 بصت لها من فوق لتحت بنظرة كلها حكم وتقطيم وقالت لها يا مغفلة ازاي تسيبي ارادتك تتسرق بالشكل ده، وشرحت لها ان الروح دي كان قصدها تدمر عيلتها وتلهف كل ممتلكاتها وثروتهم بانها تستغل نقطة ضعفها. وفجأة ابو يوجين واخوها وصلوا المكان وهم بيجروا وصوت خطواتهم مسمع في الحتة كلها وهم داخلين على شلة المراهقين دي. الاتنين كانت عينيهم غرقانة في الدموع ومشاعرهم متلخبطة بين الراحة النفسية انها لسه عايشة والذنب انهم السبب في اللي حصل ليها. العيلة كلها اترمت في حضن بعض على الارض الساقعة وكان مشهد درامي يقطع القلب. الراجلين قعدوا يعيطوا بصوت عالي واعترفوا ان طمعهم هو اللي عماهم وكان هيضيع يوجين منهم. الكاميرا جابت زوم على وش اخو يوجين وهو متبهدل من العياط وقافل عينه بوجع وبيدعي ربنا يسامحه وعمال يلوم نفسه ويقول ان لازم ياخد باله منها اكتر واكتر بعد كده. يوجين بصت لاخوها ابوها وسط دموعها ونظراتها كان فيها تعب وذل تقيل قوي. ابوها بصوت ضعيف قال لهم انهم ما عملوش حاجه غلط، بيحاول يشيل من عليها حمل الندم والهم واللي هي حساه. وش الاب كان عباره عن قناع من الحزن وهو بيصرخ وبيلوم نفسه ان ساب قلب بنته يضل ويروح في سكه غلط. شد ولاده لحضنه اكتر وصوته كان بيشرخ وهو بيعتذر للهوا والليل. التلاته فضلوا محبوسين في دايره من العياط والشهيق واعتذاراتهم داخله في بعض في كورال من الندم والاسى. اخيرا اتجمعوا تاني بس جروح اللبسه والعمل كانت باينه في وشوشهم ونفسيتهم كلهم. يان 002 فصلت المود الدرامي ده ببرود، وقفت مع هيان وغوام وسألت سؤال واحد محدد عن مكان معين. طلبت تعرف فين المكان اللي اتعملت فيه الصفقة بتاعت الأرواح الشريرة معاهم. السؤال فضل متعلق في الجو، تذكرة ان رغم المعركة دي خلصت بس لسه المنبع والأساس بتاع اللعنة موجودين وما انتهوش. وفجأة تك صوت خبط بمضرب حديد في كورة بيسبول خلت الكورة تطير للسما الزرقاء الصافية وتخرج برا الحديقة خالص. كيم يوي قعد يلف الملعب بضحكة من الودن للودن والجاكيت البرتقاني بتاعه بيطير في الهوا وراه وهو بيجري. زمايله في الفريق قعدوا يشجعوه على الخط وهو بيسجل هون رام تانية. العيال التانيين كانوا هيتهبلوا وعمالين يصرخوا انه جامد زيادة عن اللزوم ومستحيل يكون حقيقي. يوهان وشه كان بينور وبيمسح العرق على اورته بعد ما اللعبة الجامدة اللي عملها دي. صحابه اتلموا حواليه وبيحاولوا يتحايلوا عليه ينضم الفريق البيسبول بتاعهم رسمي عشان يلعبوا على طول. ضحكت يوهان فترت شوية وبص للكاب بتاعه وقال لهم بأسى ان امه عمرها ما هتوافق على حاجة زي دي ابدا. فجأة موبايله قعد يزن في جيبه، ملامحه اتغيرت وبقت رعب صافي وهو بيطلعه يبص على اسم اللي بيتصل. شاور لصاحبه بسرعة وقال لهم لازم يخلع دلوقتي حالا. صحابه اتضايقوا بس هو خلاص كان بيجري وشايل شنطته على كتفه. رمى اخر اعتذاره وبيختفي في البعيد. المتعة خلصت في اللحظة اللي الموبايل رن فيها. السماء قلبت برتقاني غامق والشمس بدأت تستخبى ورا عمارة سكنية كلها ازاز. مجمع سكني بارد بيخوف كأنه بيبلع النور اللي فاضل من النهار. يوهان واقف قدام باب شقته وطقطق راسه وكتافه مهدودين من الهم. صوت تكة القفل كانت اعلى بكتير من الطبيعي في الطرقة الهادية دي. دخل جوه وهو عرقان وعمال تحته في عذر انه كان بيشوف صحابه شوية صغيرين. عينه كانت واسعة من الخوف وهو بيبص في الضلمة. امه كانت واقفة هناك في الظل وماسكة مضرب بيسبول كأنها جاهزة تلطشه بيه. كانت بتغلي بالغضب ومتعصبة وبتسأله بزعيق هي لازم تقول له كام مرة يبطل لعب للقرف ده. يوهان رجع لورا وهو رافع ايده بيتحايل عليها ترحمه. قعد يعيط ويوعدها مرة ورا التانية انه مش هيلمس كورة بيسبول تاني في حياته بس هي تسكت وتسامحه. امه صرخت بحرق الدم والدموع نازلة على وشها وهي بتسأل هو ليه مش عاوز يسمع كلامها. شكلها عقلها كان فلت منها في ضوء الطرقة الضعيف. المضرب شق الهوا بصوت مرعب، خبط خبطة بكل قوتها كانت قصدها تدمر اي حاجة تيجي قدامها. فازة الزرع كانت سيراميك اتدشدشت ب 100 حتة على الارض والتراب والورق اتنطروا في كل حتة. صوت السيراميك المكسور سمع في كل ركن من سكات في الشقة المتوترة. جوانتي البيسبول بتاع يوان وكورته كانوا مرميين على الارض ولكن ليهم صاحب. العدة اللي بيحبها بقت دلوقتي مجرد فكرة بالمصيبة اللي هو فيها. دخل اوضته واستخبى في ركن ضلمة وراسه بين ركبه وفي المراية اللي قدامه بدأ يتكون خيال اسود طويل ملوش ملامح وما يمكن عمال يبرطم باعتذاراته لنفسه. طلعت ايد سودا وليها مخالب من وسط الضلمة لمست شعره بالراحة كأنها بتحس بالفتحة اللي في قلبه المكسورة. خيوط سودا تخينة لفت حوالين رقبته وكتافه وشدته اكتر لجوه الظلام. يوهان اتشل من الرعب ولسه عمال يهمس بكلمة انا اسف. ومع سيطرة الروح عليه الكاميرا جابت زوم على عينيه وبينت الحقيقة المرعبة. روح ملتوية وبتضحك ضحكة شريرة كانت باينة في نين عينيه وبكده
هو الضحية الجديدة رسمي. الخبر انتشر في المدرسة زي النار في الهشيم، الكل عمال يرغي ويفتي عن كل اللي حصل امبارح بالليل. واحد ملبوس بروح شريرة عمل قلبان في المستشفى القريبة من هنا في التراب، مفيش سيرة غير الموضوع ده. ومع ظهور الأرواح والجن كتير اليومين دول، طلبة بدأوا يفكروا بجد يشيلوا معاهم أحجية وتعاويذ للحماية. بنت طلعت موبايلها وورت صحابها صورة ترند متصورة، صورة القسيس وسيم اتلقطت واستخناقها في المستشفى، والإنترنت كله بقى مهووس بيه وجماله. في الفصل البنات كانوا يتجننوا على الواد ده في الصورة، ده بالظبط النوع اللي هم بيحبوه ومقتنعين انه حامي مقدس غامض ملوش زي. في الوقت ده سهيانو كان قاعد على مكتبه وعمال يقرم في ستيك شوكولاتة متلج. هو في الحقيقة اللي عمل عملية طرد الأرواح دي، بس كان متغاظ ودمه بيغلي من الأساوسة الحقيقيين اللي هم واخدين اللقطة والسيطرة على التعب والعرق اللي هو بذلهم في المهمة دي. هنرام رجعت بظهرها على الكرسي وهي بتقلب في موبايلها وقالت له يكبر دماغه وينسى الحوار ده خالص. أهم حاجة إنهم قبضوا قرشينات حلوة ومبلغ محترم من الشغلانة دي، وبالنسبة ليها كده زي الفل والتمام قوي. ده غير إن بفضل الأب كان اتدخل وخلص الليلة مع الشرطة. الموضوع كله فضل في الكتمان بعيد عن العيون. غيرام شايفاه إن الاتفاق ده لوز ومناسب ليهم جدا، بس هيانو ما كانش مقتنع وكان شايل في نفسه إن القسيس سرق منه الأضواء، في حين إن غيرام كانت بتكبته وتقول له إن الشخص اللي بيهتم بالفلوس مش هيفهموا ميزة إن يفضلوا مستخبيين. هو بص لها نظرة شك وازدراء كأنه بيقول لها أنت مش فاهمة حاجة غبية. وعلى مكتب تاني البنات عمالين يتناقشوا ويوصلوا لاكونت القسيس ده ازاي ويبعتوا له رسالة على الخاص. هيانو قال لهم بمرارة وقرف إنه أصلا موجود في الخلفية في نفس الصورة دي. كان متضايق لأنه رغم هو اللي عامل الشغل كله مفيش أي حد بيجيب سيرته خالص. جرام بصت له بوش خشب وتعبير ميت خالص، كانت جابت اخرها من نق وشكواه وقالت له بطل رغي وكلام فارغ وافرح ان معانا كاش يكفي علاج جهان. وقامت وبدات تمشي وتسيبه وهم بيحاولوا يخرجوا. واحده زميلتهم وقفتهم بنظره كلها شك وخبث. سالت جرام على البلاطه كده هو انتوا بجد بوسطوا بعض؟ السؤال نزل عليهم زي الصعقه والفصل كله افتكر لقطه لما شافوهم وهم بيعملوا طقوس طرد ارواح وطقوس امبراطوريه. من الزاويه اللي شافوهم منها كان باين فعلا انهم لزقوا في بعض زياده عن اللزوم، كانهم بيحبوا في بعض. غرام اتهبلت في وقتها وقعدت تشوح بايديها وتزعق وتعرف مين اللي طلع الاشاعه الهبله دي عليها، هي وهيانو. بصت له عشان يلحقها بكلمتين، بس هيانو وشه كان قاعد احمر زي الطماطمايه من الكسوف. قعد يتهته ويقول انها ما كانتش بوسه بالمعنى الحرفي، وده خلى الشك يزيد عند اكتر الناس اللي كانوا بيتفرجوا والظنون تروح لبعيد. لما شافته قلب الوان واتلخبط، دي كانت القشه اللي قطمت وسطها. جرام اتعصبت وقفشته من لياقته وقعدت تصرخ فيه انه ينطق كلام صح بدل ما هو عامل زي المذنب كده. في اللحظه دي بقيه الفصل اتلموا حواليهم في الزفه، الكل سمع الاشاعات ومنظرهم وخناقتهم ده خلاهم يتاكدوا انهم قابلوا مرتبطين بجد ومخبيين. واحد من العيال وشه قلب وبقى حزين وقال بجديه انه كان معجب بهيانو الاول. هيانو طلع صرخه خنقه من العك اللي في حياته المدرسيه دي. بنت تانية دخلت في الحوار وقالت انها دايما كانت فاكراهم انهم بيوعدوا بعض لانهم لازقين لبعض طول الوقت وما كانش ليه لزوم يخبوا يعني. جرام الكلمه وقفت في زورها ووشها لسه جمره ونار وهي بتحاول تلم الحوار ده. بعد شويه كانت بره المدرسه ساندة على الموتوسيكل البامبي بتاعها ولسه بتفكر في المولد اللي حصل ده. افتكرت كلام صحابها انهم لايقين على بعض وشكلهم حلو واتنهدت بزهق وهي بتاكد للمره المليون ان مفيش بينهم اي ارتباط. فجاه صوت هبد ورزع مسمع في مبنى قريب وازاز مكسور نزل يمطر على الشارع. روح قويه شبه التعبان لونها بامبي نطت من الشباك المكسور وهي بتصوت وبتحاول تهرب بجلدها. هيانو طلع راسه من الشباك وزعل غرام عشان تمسكها. هي ردت عليه بزعيق اكبر وقالت له يا مهمل يا خايب ازاي تسيب الحاجه دي تفلت منك. الروح ما كانتش فاضيه تسمع خناقتهم، طارت في الهوا وهي هتموت وتبعد عن الاتنين دول. كانت مذهوله ومستغربه من اللي حصل جوه. في العادي ملوك الجبابره ومطاردين الارواح بيتخانقوا على سلامه الشخص الملبوس، بس الواد ده ما سماش عليه ثانيه واحده. الروح افتكرت اللحظه اللي هيانو ادى فيها الملبوس بنيه في نص وشه من غير تفاهم. ضربه واحده كانت كفيله تخلي الروح تشرق وتطلع تجري بره الجسم. عمرها ما شافت طرد ارواح غشيم بالعنف والطريقه دي قبل كده في حياتها الاسطوريه. فضلت طايره وبتامل انها تكون بعدت عن المصدر الخطر، بس غرام كانت مستنياها تحت في الشارع. رفعت ايديها وبدات طاقه كهرباء زرقاء برق يلف حوالين دراعها وهي بتجهز الضربه القاضيه. كانت اصلا شايلاها منفوخه من اشاعات المدرسه وجاهزه تطلع غلها كله في الروح دي. دايما هي اللي بتشيل الليله وتتعذب وتتمرمط بسبب العك اللي بيعمله هيانو. ضربت اعصار ضخم من الطاقه الزرقاء لفوق شق الهوا في اتجاه الروح اللي بتهرب. الروح عرفت تحود في اخر ثانيه وعدت من الانفجار بشعره. بصت وراها وقعدت تضحك وتتريق عليها بقله
قلة أدب لأنها فاكرة إنها تمسكها بمهارات تعبانة زي دي. وبرمية كلام أخيرة كلها تريقة، الروح دي طارت في السما زي الصاروخ واختفت وسط السحاب، وقبل ما تخلع رمت كلمة سم في ودن البطلة وقالت لها لسه بدري عليك يا شاطرة ومحتاجة 100 سنة عشان تعرفي تصطادي روح أسطورية. نرجع للأرض. الطاقة اللي كانت في الجيران بدأت تهدى والشرار اتطفى، وهان وو طلعت تجري عشان تشوفها عرفت تمسكها ولا لا، بس لقيت شينج واقفة وشها في الأرض ومتغاظة لآخر درجة وعمال تاكل في نفسها عشان اتحمست زيادة عن اللزوم، والضربة جت في الأوت والروح فلتت منها فوق خالص بعيد عن الزحمة في المدينة. الروح الأسطورية بدأت تهدي السرعة وهي بتنهج ويا دوب قادرة تحافظ على قوامها وشكلها بعد الضربة اللي كانت هتمحيها من الوجود، وقالت لنفسها دي مش عيشة، أنا شفت الويل عشان أوصل للدرجة دي. وفهمت إنها لازم تلاقي ليها أي جسم بشري تلبسه وبأسرع وقت قبل ما الاتنين دول يحصلوها. وفي اللحظة دي عينيها جت على حاجة لقطة تحت الرصيف، وأخيرا لقت الضحية اللي عليها الدور. عينيها نزلت على ولد صغير ماشي وراجع لبيته. الولد ده يبقى كيم يوهان، وبالنسبة للروح وكان الجسم المثالي عشان يسترد عافيته وقوته. يوهان كان لسه مخلص قعدته مع أصحابه اللي كانوا بيتحايلوا عليه يكمل لعب بيسبول، بس هو اعتذر بكسفة وقال لهم معلش الحجوجة قالت لي لازم ترجع بدري النهارده كمان. أصحابه ودعوه وقالوا له المرة الجاية مفيش خلعه لازم تلعب معانا. هو هز دماغه بالموافقة ومشي بالطريق لوحده، والعيال قعدوا يتكلموا عليه ويقولوا قد ايه الموضوع يزهق انه مش بيعرف يسهر معاهم. واحد منهم قال ان ام يوهان بتكره لعب البيسبول كره العامة، رغم ان الواد ده موهبة بالفطرة وده طبيعي جدا لو عرفت مين ابوه. فواضح ان ابوه كان لاعب بيسبول اسطوري اسمه كيم ويهاك، وده في حد ذاته حمل تقيل وضغط ملوش اخر على اي حد بيحاول يعيش تحت اسمه. وهو ماشي لوحده عينه ما شالتش من على موبايل ومش واخد باله خالص من الروح الوردية اللي ماشية وراه زي الظل المنحوس. شاشة الموبايل كانت غرقانة رسايل من امه بتهزقه وتقول له انت فين يا عرة، وعايزة تعرف مكانه بالظبط وبتقول له يرجع للبيت حالا. والروح بدأت تقرب منه وتهمس في ودنه مباشرة وسألته مش بيجي عليك وقت تتمنى ان امك دي تختفي من الدنيا خالص؟ وفجأة الروح الصغيرة دي اتحولت لوحش مرعب وشكله مقرف وعنده عيون كتير. الوحش ضحك وقال له لو ده اللي انت عايزه بجد فانا ممكن اخدمك وانفذ لك طلبك. يوهان لف وشه بذهول وعينه وسعت وهو بيبص في الهواء الفاضي، وبدأ يتهته بأسئلة مفيش اي حد ظاهر قدامه. اتكعبل في رجله ووقع بظهره والموبايل طار من ايده ورن في الارض. الروح ما ادتلوش اي فرصة يفوق وفضلت فوق دماغه بتوعده انه مش هيخاف تاني، وقالت انها تمسح اي ذرة خوف شايلها جوه قلبه. الروح هجمت بجسمها اللي ملوش شكل وبدأت تلف وتطمع حوالين راس الولد، ولاحظت كمية الوجع اللي في عينه وهي بتغصب طريقها عشان تدخل جواه. وشها كان على بعد بوصة من وشه وهي لابسة ابتسامة تقبض القلب وبتقول له يا صغير انا هنقذك من كل حاجة بتخاف منها. عملية الاستحواذ بدأت وعين يوهان بدأت تتغيم بطاقة سودا بتلف زي الدوامة، وقدر بالعافية يطلع صرخة استغاثة ضعيفة يطلب فيها المساعدة، وإن عينه تحول لفتحة سودا ملهاش قرار، ويا دوب نطق كلمة انقذوني قبل ما الضلمة تاكله تماما. جوه عقله الباطن وفي أعماق سحيقة كان في صوت سلاسل حديدية تقيلة بتترج، سلاسل عملاقة مشدودة في الفراغ وسط دخان أحمر. الروح الوردية لقت نفسها وش لوش مع كيان مرعب عينه حمرا ومرتبطة بمليون سلسلة، وفهمت متأخر قوي إن الواد ده ما كانش فاضي من جواه. الروح اللي دخلت بدأت تلطم وتصرخ من الصدمة، لقيت إن في روح شريرة من رتبة الجبابرة وقوتها جبارة مستخبية جوه جسم الواد ده أصلا. نرجع للحقيقة، الضغط اللي كان بيقطع يوهان حتت وبدأ يكح بعنف وطلع سائل اسود ودم من عينيه، والكيان المظلم اللي جواه زقر بصوت هز المكان كله بصرخة رعب وتملك، واعلن ان الجسد ده بتاعه هو وبس. وفجأة صوت فرامل شق صمت الزقاق. جيرام شافت المصيبة وشاورت على هيان وو، والروح الوردية كانت في حالة رعب حقيقي وهي محبوسة بين وحش جبار وبين صائد ارواح. هيان وو ما ضيعش وقت، دخل بقلب ميت وضرب بوكس مقدس لزق قبضته في وش الروح مباشرة. الروح بدأت تنكمش وتصغر وهي بتصرخ انها مش عايزة تموت بالطريقة دي، وكانت نهاية بائسة. الروح فرفورة حاولت تلطش في حاجة اكبر منها بكتير، وفجأة انفجر ضوء مبهر من اول ضربة لبست في الروح الوردية ومسحتها من الوجود تماما. يوهان فضل مرمي على الارض وعينه كانت منورة بنور احمر شرير وعروق سودا زحف على وشه، واللحظة كان شكله كأنه هيتحول لحاجة اوحش بكتير، والنور الاحمر بدأ ياكله. بس بعدها النور اتطفى وسابه مهبط وتايه، وفي الظل وراه ظهرت صورة بهتانة لسلاسل فضلت موجودة لجزء من الثانية واختفت. هيان ووط عشان يطمن عليه وسأله لو كان اتعور. يوهان بص له وهو مش قادر ياخد نفسه وشكره انه انقذه. جيرام راحت ناحية الموتوسيكل المركون وسألت هيان بجدية لو كان متأكد انه خلص المأمورية صح المرة دي. هيان وهو صمم انه شاف الروح بتنفجر بعينه، بس جيرام قلبها ما كانش مطمن وقالت انها لسه حاسة بطاقة وسخة جاية من ناحية الواد. يوهان وقف على رجله وهو
بيبص لهم باعجاب، وقال لهم ان شكلهم مش شبه القساوسه ولا الرهبان اللي شافهم قبل كده، ورفع صباعه وهو مستغرب بجد هم عملوا اللي عملوه ده ازاي. المجموعه كلها اتحركت لمكتب التعافي اللي كان من بره شكله زي محل خردة او مكتبه غلبانه، وقعدوا كلهم على كنبه عشان يتكلموا. يوهان كان لسه شاكك وسالهم لو حقيقي هم بيطردوا الارواح الشريره لاي حد يدفع لهم حتى لو مش شغالين في جهه رسميه. هيانو ضحك وثقه واداله كارت وقال له احنا متاحين في اي وقت، ورغم انه يتمنى ان الواد ده ما يحتاجش يكلمهم تاني بس مال عليه وقال له ان تنفيذ الوعود للزباين ده قانون حديدي في مكتب التعافي. يوهان بص للكارت وابتسامه صغيره ظهرت على وشه وكانه ارتاح ان في حد في ظهره. فجاه الموبايل اتهز في جيبه، بص في شاشه الموبايل وتعبير وشه اتقلب في ثانيه، وقال لهم ان في حاجه ضروريه حصلت ولازم يخلع، وشاور لهم وهو بيجري في الشارع. جيرام فضلت مراقبه الواد وهي بتاكل ايس كريم ببرود، وقالت لهيانو انه عمل غلطه عمره، واعترفت انها مش متاكده 100% لان الطاقه مهزوزه بس في حاجه غلط بجد. وفضلت بتبص عليه وهو بيختفي في الزحمه وبيجري البيت، وكان في ظل روح جبار مربوط بسلاسل بترفرف فوقيه، وكانت مستغربه ازاي الواد ده لسه بيمشي على رجليه اصلا. وكملت اكل الايس كريم وهي بتقول الواد ده وسمع كلامنا وجاي يطلب طرد الارواح فاحنا هنبقى في ورطه حقيقيه. هيانو قعد جنبها وعلى وشه علامات قلق لانه عارف ان المدير مش من النوع اللي بيفوت حوار الشغل من غير اي اذن. فوق خالص في السماء شمس الغروب كانت راميه لون ذهبي على ناطحات السحاب في حي المال والاعمال، وفي شقه هاديه كان في صوره عائليه في برواز ليوهان وهو صغير مع ابوه وامه وكلهم لابسين لبس بيسبول، والرف اللي قدام الصوره كان مليان كؤوس وجوائز من تاريخ ابوه الاسطوري. فجاه في ايد رفعت جفن عين يوهان عشان تكشف على عينه اللي لونها تركوازي ببرود. يوهان كان قاعد منكمش في نفسه على كنبه رمادي ضخمه، وامه اللي شعرها اسود وناعم كانت لابسه بدله رمادي حاده وراجعه قدامه وبتكشف عليه وبتساله لو حصل حاجه مش طبيعيه في المدرسه، وادت له ازايز دواء صغيره وغامقه وكلامها ما كانش فيه اي مجال للمناقشه، وقالت له لازم تاخد الدواء ده كل يوم لو عايز تخف. يوهان بص في الارض وصوته كان يا دوب مسموع وسالها بكثره هو انا بجد مش هلعب بيسبول تاني خالص. امه نفضت للسؤال ولفت ظهرها تلبس جاكيت البدله. يوهان حاول يعافر وقال ان اصحابه عزموه يلعب كوره وان بقاله كتير ما جاتلوش النوبات دي. هي وقفت وبصت وراها ببرود ما يتهزش وقالت ان البيسبول ممنوع نهائيا لحد ما تخف تماما. اول ما مشيت يوهان فضل باصص للكارت بتاع المكتب بتاع التعافي اللي كان في ايده وماسكه جامد كانه اخد قراره، وراح ماسك حصاله الخنزير الزرقاء وصوت الفكه والفلوس كان بيرن جواها وهو بيجهز نفسه عشان يخرج. بالليل يوهان واقف قدام مبنى شكله عادي وهو حاضن حصلته عشان يطمن نفسه، وبص للمبنى وقلبه بيدق. المكان كان شبه كنيسه قديمه اكتر من كونه مكتب شغل، وفي يافطه صغيره فوق الباب مكتوب عليها مكتب التعافي. جوه الطرقه كانت الاضاءه ضعيفه بنور الشمس اللي بيودع، وفي باب اخر الممر كان موارب شويه. يوهان دخل المكتب لقى هيانو وجرام هناك، وقاعد على المكتب الرئيس هان ايزيك، راجل ملامحه خشنه بدقن ولابس نضاره شمس صفرا، وساله بحده انت يا شبل بتعمل ايه هنا؟ يوهان ما تهزش وطلع قدامه حتى حصلته وقال له انا سمعت انكم بتطردوا اي روح بالسعر المناسب ومن غير اي اسئله. هان ايزيك ضحك بتريقه وهو ساند بظهره على الكرسي وقال له يا حبيبي انت فاهم غلط، احنا مش مكان بياخد مصاريف او فكه. ووقف وظهر انه لابس شياله اطفال تكتيكيه على صدره وفيها عيلين توأم بيعيطوا، وقال له اطلع بره مكتبي انا مش بطيء العيال. يوهان ما كدبش خبر، راح قالب الحصاله بتاعته على المكتب وطلع منها جبل فلوس اغلبها ورقات من فئه ال50,000. الفلوس كانت كومه كبيره ومرميه بلهوجه. هان ايزيك اتصدم والنضاره نزلت من على مناخيره وهو باصص لثروه صغيره على مكتبه. يوهان سأله وش لوش فلوس دي كفايه تخلصوا على المأموريه. جيرام كانت واقفه في الجنب وعينيها طالعه لبره من المفاجاه من كميه الفلوس اللي الولد طلعها. اما هيانو فضل ساكت وملامحه بقت جد لما فهم ان الواد ده غرقان لشوشته ومستعد يعمل اي حاجه. يوهان وقف قدامهم وايده على صدره وطلب طلبه الصادم، بس في عينيهم مباشره وقال لهم انا عايزكم تقتلوا ابويا. صرخ الطفل بدات ترن في المكان وهو بيترجاهم يلحقوه، وقال لهم ان روح ابوه الشريره محبوسه جوه جسمه هو جوه المكتب. كيم يوهان واقف بشنطه فلوس وهيانو وهان ايزك باصين له هم مذهولين من طلبه التقيل ده. هان شرح ان حالات التلبس العاديه دي بتحصل وساعات الروح مش بتبقى عايزه ترتاح بترفض تمشي وتفضل محبوسه في عيالها. جيرام بصت الولد بتركيز وملامحها بقت جد وما كانتش متوقعه ان الروح تطلع روح ابوه، واستغربت الواد ده ازاي لسه قادر يمشي على رجليه، لان في العاده المضيف الصغير اللي في سنه كان زمانه انهار تحت ضغط الطاقه الروحيه دي. فجاه صوت خبطه قويه قطعت الكلام لما ايد اترزعت على الترابيزه. ايزيك ما ترددش ثانيه وقال له انت في المكان الغلط، ورفض الشغلانه جمله وتفصيلا. يوهان اتعصب وزعق فيهم وقال لهم انتوا وعدتوا انكم تعملوا اي حاجه بالسعر الصح. الواد كان يائس ومش ناوي يمشي
هيمشي بالساهل. هيانو حاول يتدخل وقال اننا ما نقدرش نرمي عيل جواه روح عامله زي القنبله الموقوته كده في الشارع، وكان شايف انهم لازم يساعدوه. بس ايزك ما كانش بيسمع لاي رجا وفقد اعصابه وزق هيانو لورا. السلام عليكم يا أبطال. قبل ما نبدأ الحلقة النهار دي حابب أقول لكم إن الجزء ده هيكون تجميع مع الأجزاء اللي فاتت مع الأحداث الجديدة، عشان كل الخيوط تتربط قدامكم وتدخلوا على المعركة بكل تفاصيلها. في رحلتنا دي شفنا هاينو وهو بيتورط في عالم الأرواح واللعنات أكتر وأكتر، وشفنا الطفل يوهان اللي حياته اتحولت لجحيم بسبب روح غامضة كانت بتحاول تستولي على جسمه، أسرار مرعبة وطقوس ملعونة، وأشخاص مستعدين يضحوا بأي حد عشان يحققوا هدفهم. وكل ده كان مجرد بداية، والنهاردة بقى كل اللي فات هيتجمع في نقطة واحدة، ومع كل حقيقة هتتكشف الخطر هيكبر أكتر، لأن اللي ظهر جوه يوهان مش مجرد روح شريرة عادية، ده كيان ممكن يقلب الدنيا كلها جحيم. جهزوا نفسكم واربطوا الأحزمة، لأن الحلقة دي فيها صدمات ومعارك وأسرار هتغير كل اللي كنتم فاكرين إنكم فاهمينه. ويلا بينا نبدأ. إسحاق كان شايط ومنفجر من الغضب ومش طايق نفسه عشان هينوه المبتدئ ده جاب له وجع دماغ ومصيبة تقيلة لحد باب المكتب. فضل يزعق ويقول ان طرد الارواح من الاطفال ده شغل الفاتيكان وبس، والناس اللي شغاله فريلانسر وعلى باب الله زيهم ملهمش اي حق قانوني يحطوا ايديهم في قضيه بالمنظر ده. هينوه كان ماسك دماغه من كتر الصداع والضغط. المدير عمال يهريه تهزيق ويقول له وريني عرض كتافك واطلع بره لو ناوي تفضل تجادل وتفتح بقك. اسحاق ساب المساعد ولف الولد يوهان وقال له بلهجه ناشفه يروح كنيسه حقيقيه مع امه ويبطلوا تضييع وقت ومجهود. طلع تليفونه وقال له انه مستعد يتنازل عن عمولته اللي بياخدها في العادي مقابل ان هو يبتعد لمكان تاني، بس عشان الولد يغور من قدام وشه ويريح باله. يوهان كان واقف هناك وجسمه كله بيترعش، هو عارف ومتأكد لو استنى دقيقة واحدة زيادة الدنيا هتبوظ وهيكون الوقت فات، بس الكنيسة العادية دي مش حل متاح بالنسبة ليه اصلا. قبض ايده على شنطة الظهر بتاعته اللي كان شادد حزامها على الاخر، وفجأة اتعصب وصبره نفذ. خرج من المكان زي الاعصار، الفلوس اللي كانت عمالة تقع منه في كل حتة وهو بيزعق فيهم ويقول لهم يا كدابين. صرخ وقال لو هما مش هيساعدوه هو هيتصرف ويشوف طريق تاني. هينو قعد ينادي عليه وقال له استنى يا واد، وحاول يجري وراه، بس اسحاق وقفه بمكانه بحزم. فكروا بأي مهمة أرواح غير قانونية ممكن تشمع لهم المكتب في ثانية واحدة وتجيب عليها وطيها. فكروا كمان بالديون اللي اتكسر ظهرهم وباللي وراهم، وجاب سيرة جيهان أخت هينو اللي لسه مرمية في سرير المستشفى وحالتها تصعب على الكافر. قال له إنه غلطة واحدة بس وكل اللي تعبوا وبنوه هيطير في الهوا. اسحاق قال له بوضوح خليك في حالك وما تحشرش مناخيرك في شغلانه انت مش قدها، وان في مشاكل في الدنيا ملهاش حلول بسيطه وسهله. هينو فضل باصص للارض ووشه كان متداري في الضلمه، والتقل بتاع الموقف كان نازل فوق دماغه وهو بيستوعب الحقيقه المره. رزع الباب وهو خارج ورد بارد فاضي ملوش طعم انه هيبقى يحط الكلام ده في اعتباره. اسحاق وجرام فضلوا باصين للباب، والمدير كان بيسال نفسه يا ترى الواد فهم التحذير والدرس ولا لا. بس جرام ما كانش داخل عليها الفيلم ده، هي عارفه ان هينو كويس وعارفه انه دلوقتي بيخطط لمصيبه جديده وناوي يقلب الدنيا. بره الشارع الدنيا اتغيرت والسما بقى لونها احمر دموي غامق. هينو كان واقف لوحده والسرب غربان كان مالي السما فوقيه. فضل يلف عينيه في الجنينه والعرق كان عمال ينقط من قرطه وهو بيحاول يعرف الولد هرب وراح فين. كان في ماتش بيسبول شغال قريب، وصوت خبطه المضرب في الكره كانت بترن في المكان، والكره طارت فوق السور بعد هوم رن عالي اخيرا لمح حيان. كان قاعد جنب السور وكان ملهي وبيلعب مع قطه سودا صغيره. هينو مشي ناحيته ورسم ابتسامة بالعافية على وشه، حاول يعرف نفسه تاني من جديد كأنه بيفتح صفحة جديدة. بص للقطة اللي يوهان قاعد يطبطب عليها، كانت قطة شوارع عادية خالص، بس الواد باين عليه ان في رابط عجيب بينهم. يوهان حكى انه كان بيشوف القطة دي كتير زمان لما كان بيلعب بيسبول، وكان بيصعب عليه ان ملهاش حتة تروحها. دلوقتي بقى شايف نفسه فيها بالظبط، بقى يجيب ليها اكل معاه عشان هما الاتنين تايهين وملهمش سكن يلمهم. شرح له ان التوهان اللي في عين القطة هو اللي حاسس بيه بالظبط في قلبه. هينو كان واقف بيسمع والوجع اللي في عينين الواد قاعد بيقطع قلبه. يوهان افتكر وحكى ان ابوه كان لعيب بيسبول مشهور وليه شنه ورنه، وكل اللي كان بيتمناه انه يمشي على خطاه ويبقى بطل زيه، بس امه منعته من اللعب ده خالص وحرمته منه. كانت مقتنعه تماما ان لعب البيسبول ده بيخلي روح ابوه تسيطر عليه اسرع. الكلام ده يبان جنان بالنسبه له، بس الواقع كان مرعب اكتر. كل ما كان بيحاول يقلب بطله وقدوته حياته كانت بتدخل في خطر اكبر.
قال لهينو انهم رفضت حتى فكرة موضوع الكنيسة، والجنينة دي كانت اخر امل عنده في الدنيا. حكى انه حاول يروح لوحده مرة بس الكنيسة طردوه عشان هو طفل صغير ومفيش توقيع من ولي الامر. فضل 6 شهور مغيب وتحت تأثير المهدئات، وكان فاكر ان امه فعلا بتحاول تساعده وتنقذه، بس لما بص في عينيها عرف حقيقة سودا ومظلمة اكتر بكتير. شرح ان المنومات اللي بياخدها ما بقتش بتجيب نتيجة، وكل ليلة روح ابوه بتيجي تخنقه وبتحاول تدخل جسمه بالعافية وتستحل مكانه. الدموع كانت نازلة شلالات على وش الواد وهو بيسأل بكثرة هفضل اعيش في الجحيم ده لحد امتى؟ الواد كان خلاص جاب اخره وفيوزه ضرب. هينو فضل باصص وهو ساكت وبيسأل نفسه ايه الاب اللي يعمل كده في ابنه ويخليه يعيش في العذاب ده؟ فضل ساكت فترة طويلة وعيونه كانت متدارية في الضلمة وهو بيستوعب كل تفصيلة من حكاية الواد. فكر ان في اهالي بجد بيعذبوا عيالهم، وسواء كان في ارواح شريرة او مفيش. تحذير المدير عمال يرن في ودنه انه يبعد عن الشغل اللي مش قده، بس كان واضح انه مش هيقدر يلف ظهره ويمشي ويسيب الغلبان ده في نار الحيرة. هينو خد قراره خلاص، بص ليوهان في عينه وقال له انه هيعملها، هيطرد الروح دي، بس حذره ان الموضوع ده مش عمل خيري ولازم يفضل سر حرب بينهم. يوهان ما كانش فارق معاه الفلوس خالص، هو بس كان مرتاح ان في حد اخيرا صدقه. بس كان في فخ صغير. هينو نبهه انه لازم يستعد يشوف ابوه في صورة وحش بيشحت عمره عشان يعيش، واعترف انه لسه منعرفش يخبي الموضوع ده للوكالة ازاي. فجأة صوت صرخة حادة قطعت الجو، سرب غربان ضخم غطى سحابة الغروب وفضلوا يلفوا فوق راسهم كأنهم نذير لمصيبة شوق ما هتحصل. غراب نزل وقف منهم فوق راس يوهان بالظبط، وعيونه كانت منور احمر وفي منقاره حجاب او تميمة ورق بتتحرك. الغراب اتكلم بلهجة استهزاء وسأل يوهان لو هو فعلا ناوي يقتل ابوه. الطاقة الغريبة اللي طالعة منه كانت بالظبط شبه الحاجات الملعونة اللي قابلوها في القضية اللي فاتت. الحجاب ولع نار وصوت بارد قال ان العيال اللي ما بيسمعوش الكلام محتاجين تربية ناشفة. ست شقرة طلعت من وسط الدخان وعيونها كانت منورة احمر شرير، قالت ان ده هو العقاب المناسب للولد العاق. طرقعت صوابعها فجأة وكان في انفجار طاقة روحية خبط في الواد. يوهان صرخ صرخة والوجع كان بياكله، والنار السوداء انفجرت من جسمه، عينه بقت حمرا والروح اللي جواه بدأت تطلع للسطح بالعافية. حصلت وقعت من ايده، الفلوس واكل القطط اللي كان جايبهم اتنشروا على النجيل. الواد وقع بيكح دم وهينو لحقه وهو في قمة الرعب وقعد يزعق وبيسأل ايه اللي عمل الغراب ده. وش هينو بدأ يتمسح ويتشوه والروح الشريرة بدأت تتجسد وتستخدم الواد كبوابة للعالم بتاعنا. هينو جز على اسنانه وعيونه كانت ايضا نار من الغضب وبيسألهم عملتوا فيه ايه. ام يوهان كانت موجودة هناك هي كمان، وكانت بتصوت في الست الشقرة دي. قالت لها انها كانت واخدة وعد ان ابنها مش هيتأذي في الطقوس دي. الست الشقرة كانت قاعدة بمنتهى البرود وبتلعب بشعلة نار صغيرة في ايديها. قالت للأم بطلي جعير وصوت، ده مجرد عقاب خفيف لعيل فكر يقتل أبوه. قعدت تستهزأ بيهم وقالت إنهم لو كانوا قالوا له إنهم بينقذوا أبوه كان سمع الكلام وبقى مؤدب. ركلت شنطة مليانة منومات وقالت للأم تخدروا كمان شهر وهيبقى زي الفل. والست دي طلبت ضعف الفلوس اللي بياخدوها كغرامة عشان الأم معرفتش تربي ابنها. الأم الغلبانة انكمشت على نفسها وهي ماسكة علبة الدواء بترعش. ترجت الست إنها تشوف ابنها ولو لحظة. الست الشقرة هزت كتافها وسابتها تروح. عربية بيضة طارت في الطريق مع غياب الشمس جوه العربية. الأم كانت في دنيا تانية عمالة تهمس لنفسها إن جوزها أخيرا هيرجع. كانت متخيلة إنها سامعة دقات قلبه تاني. هوسها عماها عن الكابوس اللي حطت فيه ابنها، وفي معمل سري متداري جسم جوزها كان عايم في خزان مية. الخطة كانت بسيطة، يسحبوا الروح من الواد ويرجعوها لجسمها الأصلي. كانت بتعيط وهي سايقة غرقانة في حلم وهي عاملة شمل مثالي. كانت بتحلم إن هما التلاتة يرجعوا ملعب البيسبول تاني وكل حاجة ترجع زي ما كانت قبل ما المصيبة حصلت. القطة السوداء كانت بتنونة وبشر من كمية الطاقة السوداء اللي طالعة. يوهان عملية الاستحواذ كملت وطلع وحش ضخم متسلسل من جسم الواد، وهينو كان لازم يسند نفسه ويستعد. الوحش قعد يصرخ ويقول الجسم ده بتاعي لوحدي. كان واضح ان ايا كان اللي كان ساكن في الروح دي فابوه ملوش اثر هنا خالص. هينو عرف الحقيقة، ده مجرد وحش دلوقتي ملوش هدف غير انه يبلع اي جسم بيعيش فيه. قعد يزعق في الوحش وسأله انت سامعني ولا لا، ولف الوعي الواد وسأله ان لسه عندك مشكلة ان نقتل ابوك دلوقتي. الوحش المتسلسل ده كان واقف زي الجبل فوقيه عبارة عن ضلمة وغضب، وقعد يزمجر ويقول ان الجسم ده ملكه هو وبس. هينو بص في عيونه اللي بتنور وملامحه كانت حجر. خلاص بطل كلام وجه وقت الحساب. وش يوهان كان نصه غرقان في الضلمة السوداء بتاعة الكيان ده، ودمعة واحدة كانت نازلة بتمسح في وسط العتمة. جنبه كان في عين حمرا بتبص بنظرة افتراس. بس صوت هينو قطع الجو وهو بيرفض كلام الوحش ببرود.
هينو وقف وقفة رجالة في وسط عاصفة الطاقة الوردية وهو بيسند نفسه قدام الضغط الرهيب ده. صرخ في وشهم تاني وهو باصص للخطر ومستعد يبدأ المعركة. الوحش المتسلسل هجم من الهوا، كتلة من الأطراف المظلمة والسنان المشرشرة اللي باينة في النور الأحمر. هينو ما تهزش ولا رمش له عين. قال الواد افتكر كل اللي بيحصل ده كويس. قبضة هينو لبست في فك الوحش خلت الهوا يتهز من الصدمة ودماغ الكيان ده اترحلت لورا. فكر يوهان ان المعركة دي والحقيقة اللي وراهم لازم تفضل سر مدفون بينهم هما الاتنين. في اللحظة دي صوت خبطة المضرب رنت في الملعب والكورة طارت في السماء عشان هون رن عالمي. الجمهور كان هيتجنن وصوتهم غطى كل حاجة واللوحة بتنور بالضلمة التاريخية. كيم وو هياك نجم العرض ابتسم بوعي وثقة وهو بيلف في الملعب. كان باين انه في قمة المجد وعايش ملك زمانه. في المدرجات يوهان الصغير وامه كانوا بيشجعوا في اعلى صوت عندهم لبطلهم. الواد قاعد ينادي على ابوه وعيونه كانت بتلمع من الانبهار اللي في الملعب. نرجع للواقع. هينو ادى ضربة روحية تقيلة للوحش المقرف الضخم ده. الوحش صرخ من الوجع والسلاسل لفت حوالين جسمه اللي مليان عضلاته ضلمة وكتفه في الارض. هينو فضل واقف مكانه بثبات وصرخ في الواد وقال له تفوا بقى الروح السودا دي وخلصنا. الوحوش انهارت تحت الضغط وشكله بدأ يتفكك ويختفي. يوهان وقع على الارض وهو بيتهوع ويرجع مادة سودة تقيلة. الروح الملعونة كانت بتطلع من جسمه بالعافية. سابته وهو بينهج وبياخد نفسه بالعافية على الارض في مكان ضلمة ونور خافت. البت الشقرة ناوية على الشر وبتبص على الواد اللي لابس زعبوط وموطي على نفسه وماسك في ايده جهاز اتاري محمول وعمال يلعب ومركز. وفجأة نطق وقال ان الوصلة اللي كان رابطها بالروح اتقطعت خلاص. الواد صاحب الزعبوط فضل باصص لشاشة الجهاز اللي في ايده وبيركز يتأكد عشان الاتصال بروح كيم وهياك بحة خلاص ودع. كان باين عليه انه متضايق من العطل الفني ده اكتر من اي حاجة تانية في الدنيا. البت الشقرة مسكت تميمة حمرا بتنور وما اتهزتش خالص من الخبر وقعدت تتريق على الواد الجيمر ده وتقول له انت من كتر اللعب عقلك شاط وتحمص ولا ايه. وطلع ان الست الشقرة دي بتستخدم التمائم عشان تتحكم في اسراب الغربان. بصت ليوهان اللي كان مرمى على النجيل مقتول من التعب وجنبه راس الروح اللي شبه الخنزير مقطوعة ومرمية. الشقرة دي وقفت وربعت ايديها وقعدت تقارن بين اللي حصل وبين الخناقة اللي حصلت قبل كده مع مكتب الرؤية والعلاج. جنبها كان واقف الواد الروبوت البشري اللي ملوش اسم عمال يسمع في صمت وهي قعدت تسأل نفسها بصوت عالي هم بتوع مكتب الرؤية مالهم طالعين لينا في كل خرم إبرة واقفين في طريقنا ليه. الواد صاحب الزعبوط حذرها وقال لها لو ما اتحركناش بسرعة روح الهدف هتتنقى خالص وهتضيع مننا. الست لفت ظهرها وهي ماشية وسك كعب جزمتها بيعمل تكتك على الأرض وقررت إنها تغير الهدف خالص. أمرت الفريق يجهز نفسه عشان يخطفوا يوهان وأمه بدل اللي فات. وفجأة خيال أسود وقفها وقال لها إنه داخل معاهم في رحلة الصيد دي. البت الشقرة بصت وراها وهي مستغربة من الحماس اللي نزل فجأة على شريكها ده. الواد الروبوت كشف عن وشه وعينه كانت بتنور أحمر زي الشر وهو بيضحك بابتسامة خبيثة وقال إن عندهم حساب قديم وعاوز يصفيه مع الولد اللي شغال في مكتب الرؤية الشرعية ده اللي اسمه ساو هاونيو. نرجع للحديقة. روح الخنزير اللي كانت عمالة تتمردغ في التراب وعينيها الحمراء بدأت تطفي وقعدت تترجى هيانيو بضعف وتقول له ساعدني أنا لسه ورايا حاجات لازم أخلصها. يوهان بص للراس المقطوعة ومصدوم بترعش لأنه سمع صوت مألوف جدا لقلبه وقعد يسأل نفسه هل الحاجة اللي مرمية على الأرض دي هي فعلا أبوه. ما كانش قادر يشيل عينه عنها. الروح فضلت تترجاه بوجع ولسانه الطويل طالع من بقها وعمالة تشحت شوية وقت كمان وبتحاول تسيطر على قلب الولد. هيانو دخل في الموضوع وراح خبط ايده على راس الوحش ده عشان يسكت خالص وزعق في يوهان وقال له بطل تسمع للهس ده وفكروا انه ده مجرد روح شريرة ملهاش امان. يوهان مد ايده وهو مقتنع انه سمع صوت ابوه الحقيقي وكان هيموت ويصدق ان ابوه لسه موجود حتى لو كان في الشكل المرعب ده. بس هيانو ما سماش عليه وراح ضارب راس الروح بوكس في التراب عمل صوت هبدة قوية وقال للولد حتى لو كانت دي روح ابوك فهي اتشوهت لدرجة انك ما تعرفهاش. عينين هينو نورت بنفسجي حد وهو بيشرح للولد الحقيقة المرة وقال اللي قدامك ده مجرد قشرة فاضية ملهاش إرادة. يوهان بص لفوق وهو متخشب من الصدمة لما عرف ان الروح دي بتحاول تسرق جسمه والخوف واللخبطة كانوا مرسومين على وشه بالملي. فجأة صوت صرخة الست قطعت السكون وبتأمرهم يوقفوا اللي بيعملوه. هينو بص وراه وكان متفاجئ ان في حد تاني ظهر في الحديقة. عربية بيضة شيك فرملت فجأة وكشافتها نورت المكان كله. يوهان عرف الشخصية دي فورا وصرخ ونادى على أمه. أم كيم يوهان هجمت عليهم وهي شايلة غضب الدنيا في وشها وقعدت تسأل بغل مين هيانوو وده عمل ايه في ابنها. يوهان حاول يدافع عنه وصرخ ان هيانوو ما عملش حاجة غلط واكد ان الراجل بتاع الرؤية كان بيحاول يساعده. الام ركعت جنب راس الروح ووشها كان باهت ومخطوف من الصدمة. بصت لبقايا الوحش وايديها كانت بتترعش لما عرفت ان عملية طرد الروح كملت للاخر. يوهان ابتسم لها وهو فاكر انها تفرح انه خف وبقى زي الفل وقال اخيرا هيقدر يلعب بيسبول زي ما هو عايز وكان مستني منها حضن ينسيه كل اللي شافته عينه. بس
هي بصت الناحية التانية وقعدت توشوش نفسها وتقول انها ممكن تدفع فلوس عشان ترجع الروح دي مكانها تاني. ابتسامة يوهان اختفت وفضل باصص ليها هو مش مصدق ودانه، ومن غير ولا كلمة راحت لافحة ايديها ونازلة بألم معتبر على وش يوهان. صوت اللطمة رن في المكان وراس الولد لفت من قوتها، قعدت تصرخ فيه وتقول اسمع الكلام. وشها كان عبارة عن ميكس غريب من الغضب واليأس، وقالت له انا مش قلت لك استنى شوية كمان قبل ما تخلص من الروح دي؟ غطت وشها وقعدت تعيط وتقول ان كل ده عشانه هو، وانها مش فاهمة هو ليه مش مقدر التضحية عشان العيلة. هيانو مسك دراعها اخيرا دخل عشان ينهي الفيلم الهابط ده، وقال انه جاب اخره من تمثيلها وده مش هيخليها تلمس الواد تاني، وشاور لها ان يوهان بيترعش من الصدمة اللي هي مسبباها ليه. الولد كان عمال يعيط في صمته يعتذر لامه على حاجة هو اصلا ملوش ذنب فيها، وفجأة طلع صوت بارد من وسط الضلمة بيقول ان كل اللي بيحصل ده مجرد مسرحية هزلية. وظهر واحد لابس زعبوط واقف على سطح البيت وبعيد وحواليه جيش غربان، وفي غراب اسود واحد وحيد حاطط تميمة على رقبته طار في الجو. الصوت قعد يتريق ويقول ان الدراما دي حصلت عشان هم حاولوا يعاندوا نظام الطبيعة والقوى الامبراطورية. غربان تانية نزلت كتير من السما وجسمها ولع نار وهي بتغطس لتحت، والليل بقى صوت كله نعيق ونار روحانية والعة. هيانو والام بصوا لفوق وشافوا سرب ضخم من الغربان المولعة عمال يلف فوقيهم، والسما بقى لونها برتقاني زي الجحيم والطيور دي بتجهز عشان تضربهم. الغربان دي نزلت زي الشهب بتولع وجاية بنية القتل وبسرعة وحشية مفيش مفر منها. هيانو رمى نفسه عشان يحمي يوهان واخد هو كل الانفجارات في جسمه، والغربان عمالة تخبط في كل حتة حواليهم. الارض اتدمرت من كتر الانفجارات الروحية. هيانو جز على اسنانه وخلى الطيور دي مش راضية تسيبهم في حالهم، عافر عشان يفضل واعي وهو مخبي الواد تحته، وفضل محني والطيور بتفرقع حواليهم، والارض بقت سلطة من نار ودخان. العرق بينقط من قرطه وهو ضاغط على اسنانه، وبص للسما وهو محتار الغربان دي زي القطر جاي منين وفضل قد ايه منها. وراهم بقى البنت الشقرة كانت بتجر الام والابن ناحية العربية، والام عمالة تصرخ وتقول انها دفعت المصاريف اللي عليها ومش عايزة الرؤية دي لو كانت هتوجع الدماغ كده. الست اللي لابسة بالطو المعمل فضلت هادية ورايقة، وقالت للام ان الفلوس اللي دفعتوها دي خلاص بقت في الجيب، وفهمتها ان ارواحهم هي الجايزة الحقيقية اللي هم بيدوروا عليها دلوقتي. وحطت صباعها على قرط الام وظهر نور ازرق على شكل هندسي في الهواء. عين الام بقت فاضية وتايهة والطاقة دي عملت عليها عشان تتخطف. هيانو حاول يجري ناحيتهم وهو بيزعق للست انها تبعد عنهم، وكان هيموت يوصل قبل ما يطيروا بيهم. الاشرار زقوا الام والابن جوه ميكروباص ابيض، والبنت الشقره بتركب عشان تسوق، بس وراها ببرود تام ومش فارق معاها الهيصه اللي عملتها. وفجاه واحد ضخم اعترض طريق هينو بضربه رجل خلت البطل يتزحلق على النجيله. الواد الروبوت اللي مالوش اسم قعد يضحك ويتمنظر ويقول اخيرا اتقابلنا يا بطل تاني، وراح مثبت هينو في الارض بايده المصفحه، وعينه الحمراء بتبرق شرار وفرحه ساديه. وطى عليه وهو بيزعق ويقول انه كان مستني اللحظه دي عشان يتسلى معاه شويه. هينو نفسه انقطع وهو بيفعص في التراب وعمال يعافر ضد قوة الزراع المعدني اللي زي المكبس ده، وقال له ابعد عني يا جدع انت، انا اصلا ما اعرفكش. ضحكت الروبوت وسعت وقعد يتريق على ذاكرة يوهان وفكره بالوعد اللي قال له انه هيبعته في الجحيم، وهدد اخته وصاحبه كمان. عينين هينو وسعت واخيرا ركب في دماغه وعرف ان ده نفس الواد الواطي بتاع زمان، وانه بقى اخطر من الاول بكتير. البت الشقرة زعقت من الميكروباص وقالت لزميلها يخلص الليلة عشان هما مرتبطين بمواعيد. الروبوت شاور لها بايده وقال لها غوري من هنا وبطلي زن على دماغي. الميكروباص الابيض طار وفحت في الارض. هينو كان بيتفرج على اهدافه وهم بيختفوا في قلب الليل، كان هينفجر من الغيظ وهو عارف ان دول الناس اللي بدأوا الليلة الغبرة دي كلها، وعارف انه لازم يحصل الميكروباص ده مهما حصل. بس هو لسه محشور تحت تقلب الواد الروبوت، ضغط على اسنانه وهو مركز ازاي ينفض الراجل ده من عليه. هينو استوعب ان قوة الروبوت الجسدية في ليفل تاني خالص، وكل عضلة في جسمه كانت بتصوت وهي بتحاول تفك الماسكة دي. وفجأة راهب مساعد لسه مبتدئ نزل من السما زي الصاروخ ووجه ضربة رجل طائرة قوية لراس الروبوت. الهجوم المفاجئ ده خلى الروبوت يسيب هينو عشان يدافع عن نفسه، وصد الضربة بدراعه المصفحة، ومن قوة الخبطة الروبوت اتزحلق لورا في الملعب. الراهب الشاب راح يطمن على هينو عشان يتأكد ان الموظف بتاع المكتب العلاج لسه سليم وما اتفرقش. هانجيرام وصلت بموتوسيكل بينك وراها الاب كانج يوهان، والراهب العجوز الهيان سيب لنا الواد ابو عضلات ده وروح انت تنقذ الولد. جيرام حدفت الخوذة الهيان وبحركة صياعة قالت ان المدير بعت الاب كانج عشان لو حصل اي عجز، وقالت ان هيانو قرر يضرب الولد تاني. هيانو مسك الخوذة وواقف منهج وسط المعمعة دي، وجيرام زعقت فيه عشان يفوق. سألته هو انت ناوي فعلا تروح تنقذ الواد اللي شبه حصلت الخنزير ده؟ الواد الروبوت وقف مكانه وجسمه بدأ يطلع هالة خضراء
محاضرة مصممة وقال للرهبان خليكم بعيد، واعلن ان هيانو ده سته وهو محدش يتدخل. طلع ضحكة مجنونة ووشه اتلوى من الطاقة الروحانية، وجعر وقال ان اي حد هيقف في طريقه هيموت سواء كانوا رهبان ولا غيره. الراهب المساعد جهز قوته الروحانية والاب كانج بيراقب من ورا. المبتدأ حذره ان الروبوت ده سيطر تماما على الروح الشريرة وحولها لقوة جسدية جبارة. جيرام وهيانو طاروا بالموتوسيكل وصوت الموتور كان بيصرخ وهم بيطاردوا الميكروباص الخطف. هيانو شاور قدامه في وسط الهوا وهو شايف نور الميكروباص الابيض من بعيد، وزعق لجرام وقال لها دوسي بنزين وهاتي اخر الموتوسيكل قبل ما يهربوا مننا. لما الموتوسيكل قرب من الميكروباص هيانو زعق لجرام تدخل عليه وتلزق فيه لحد ما تقدر، وكان جاهز ياخد خطوه وعينيه ما نزلتش على العربيه. جيرام كانت مرعوبه بتصرخ فيه بتقول له بطل جنان لان اللي بتعمله ده انتحار رسمي، وما كانتش مصدقه انه بيخاطر بحياته عشان شويه فكه من عمليه رؤيه عاديه. هيانو نط من الموتوسيكل وهو ماشي في الهوا ناحيه الميكروباص وصرخ وقال انه مش محتاج يقلع على الفكه والقرشينات الصغيره دي. نزل دبه فوق سقف الميكروباص وعمل هبده تقيله خلت المعدن يزيق من قوه الخبطه، وفضل ماسك في سقف العربيه والعربيه عماله تلوح يمين وشمال في الشوارع. جوه بقى البت الشقره اتخضت من الصوت المفاجئ والخيال اللي طالع ليها على السقف، وجزت على اسنانها وهي بتسال نفسها مين المجنون اللي وقع معاه ده. هيانو شكله بقى وحش وطمعه اخيرا غلب تعبه، وصرخ وقال ان بعد ما عرف الحقيقه مستحيل يسيب السبوبه دي تضيع من ايده. بس جوه العربيه وشاف الام شين اريون غايبه عن الوعي، بس عينيها لسه مليانه دموع وهي حاضنه يوهان بقوه. هينو عرفها دي مش مجرد دي ممثله صف اول من التوب كمان. بس بصه سريعه على لوحه الاعلانات الديجيتال ضخمه ليها اعلان فاشن للام، وعرف انها واحده من اشهر الستات في البلد، وده معناه ان المكتب بتاعهم لو خلص القضيه دي المكافاه هتبقى لوز اللوز وهيروقوا على حالهم. وطلع صرخه كلها تصميم وهو بيقول ان هنكسر العيال الاوباش دول ونفرمهم فرم، وبكده تكون الليله اتحولت من مجرد عمليه طرد ارواح عاديه لحرب مفتوحه مليانه اسرار، خيانه واعداء بيطلعوا من الضلمه واحد ورا التاني. هيانو دخل معركه اكبر بكتير مما كان متخيل، وخطف يوهان وامه بس كان بدايه كارثه. الغربان المولعه والاصابه الغامضه والعدو القديم رجع اقوى من اي وقت. كل ده بيقول ان اللي جاي هيكون نار بمعنى الكلمه. دلوقتي المطارده بدات والحسابات القديمه هتتصفى. السؤال الحقيقي هل هيانو هيلحق ينقذهم قبل ما يقطع الجحيم بتاعه اللي مستنيه؟ ولحد ما الكاتب ينزل الفصول الجديده احنا هنفضل مستنيين بفارغ الصبر نشوف ايه المصيبه اللي مستنياهم بعد كده. يلا سلام.